بتبدأ حكايتنا مع أول ظهور لجماعة الليل الصامت، وفي الوقت ده العالم كان محاط بعاصفة من الحروب والفوضى، وقت ما الموت والدمار كان في كل ركن من أركان العالم. ومع استمرار الحياة المظلمة واستمرار المعاناة واليأس، اجتمع أساتذة الفنون القتالية وأنشأوا التحالف المركزي السماوي. وقرر التحالف المركزي السماوي إنه يكون فرقة تقدر توقف جماعة الليل الصامت، واختاروا واحد من أفضل المقاتلين واللي اسمه هوك جين، وعينوه كأول قائد للفرقة الشمالية السماوية. ومع تكوين الفرقة الجديدة، التحالف المركزي السماوي وعدهم بتقديم كل الدعم مقابل انهم يوقفوا جماعة الليل الصامت. وبالفعل بدأ التحالف في تزويدهم بالعديد من التقنيات القتالية والإكسير الروحي، وده سمح للفرقة الشمالية السماوية انها تزود قوتها، وقدرت بالفعل انها توقف تقدم جماعة الليل الصامت. ومع مرور الوقت تولى قيادة الجيل الثاني القائد نام مون، وبعده قائد الجيل الثالث يو كوانغ. وقتها كانت الفرقة الشمالية السماوية بتتمتع بقدر كبير من الاحترام والهيبة، وده اللي شجع آلاف من المقاتلين الموهوبين انهم ينضموا ليهم. ومع وصول الفرقة للجيل الرابع، كان القائد هو الرجل الملقب بجدار الشمال العظيم، وكانت الفرقة مكونة من الجدار الشمالي العظيم اللي اسمه جين كوان، وأعمدة الفرقة الشمالية واللي بيطلق عليهم السماوات الشمالية الأربعة العظماء، واللي هم شيطان القبضة اللي اسمه تشو، والإعصار العاصف اللي اسمه كيونغ، ونصل الشبح الملعون يون، وحاكم الدم الفولاذي جاي. والاشخاص دول كان ليهم دور مهم جدا في ابعاد جماعة الليل الصامت عن الاراضي الشمالية. وفي يوم من الايام، وكأن جماعة الليل الصامت وصلت لاخر قوتها ضد الفرقة الشمالية السماوية، وبسبب ده اختفت جماعة الليل الصامت من الوجود تماما. ومع اختفاء جماعة الليل الصامت العدو الاول للتحالف المركزي السماوي، كان المفروض ان السلام يعم وترجع الحياة لطبيعتها. ولكن بعدها في مقر الفرقة الشمالية السماوية بيحصل شيء غير متوقع، واللي هو ان جدار الشمال العظيم بينهار، وبنلاقي جين كوان وهو واقع على الارض وجسمه مغطى بالجروح، وحواليه الاف المقاتلين، وعلى رأسهم السماوات التسعة، واللي هم اقوى واعظم مقاتلين في التحالف المركزي السماوي وفي العالم كمان. فبيقول لهم جين كوان الظاهر ان نخبة المقاتلين كلهم متجمعين هنا. في اللحظة دي بيتقدم واحد من السماوات التسعة، واللي هو الباحث عن المعرفة سيو، وبيقول له انت مصمم تنكر الحقيقة لحد النهاية، وانه هو مش عارف ليه الشخص اللي المفروض يحميهم من جماعة الليل الصامت بيخونهم في الوقت الحالي. فبيرد عليه جدار الشمال العظيم وبيقول له ان هو عاش حياته كلها بصدق، ومن المستحيل ان هو يخونهم علشان جماعة الليل الصامت، وان كل اللي بيقوله كلام فارغ. في اللحظة دي سيو بيرد عليه وبيعرفه ان اتباعه الاربعة شهدوا عليه وعلى خيانته. في الوقت ده جين كوان بيبص حواليه وبيدور على الاعمدة الاربعة واللي كلهم بيتفادوا النظر لعينيه، وبيقول في نفسه ان هم كانوا اصدقائه اللي واثق فيهم وحارب معاهم لسنين طويلة، وانهم كانوا بالنسبة ليه زي اخواته، وهو مش مدرك ايه السبب اللي خلاهم يتخلوا عن الفرقة الشمالية واللي هم كانوا الاساس فيها. وبيدرك جين ان هو كده بقى وحيد وكل اللي يعرفهم اتخلوا عنه، وبيبدأ في الضحك بسخرية وبيقول كلهم اختاروا يتجمعوا ويتأمروا عليا، حتى لو حاولت ان اقاومهم هيعملوا كل حاجة يقدروا عليها علشان يوقفوني. وهنا بينادي جين كوان بأعلى صوته وبيقول ان هو فهم هدفهم وانه هيلبي رغبتهم. في الوقت ده السماوات التسعة بيهمسوا بين بعضهم وبيقولوا الفرقة الشمالية السماوية بقت أقوى مما كنا نتصور بكتير، وده بسبب قتالهم مع الليل الصامت، والشيء ده خلاهم عقبة كبيرة في طريقهم، وطالما يقدروا يتخلصوا منهم فكده هيسيطروا على البر الرئيسي بالكامل. وبنرجع لجين كوان اللي غارق في اليأس وبينادي بأعلى صوته إن الفرقة الشمالية من النهاردة هتتحل، وبيأمر كل أعضائها إنهم يبحثوا عن مكان تاني علشان يعيشوا فيه، وده هيكون آخر أمر ليه كقائد للفرقة الشمالية. وبيطلب منهم جين انهم ما يلمسوش ابنه لانه فقد امه وهو لسه طفل صغير واضطر يعيش في الاراضي الشمالية القاحلة. وهنا بيفكر سيو ميون ان هو هيبقى شيء رائع لو قدروا يقضوا على العيلة كلها، ولكن في النهاية بيوعد جين كوان ان مفيش حد من التحالف السماوي هيأذي ابنه. وفي اللحظة دي بيلتفت جين كوان ناحية ابنه اللي اسمه جين مو وبيقول له سامحني. بعدها بيطعن نفسه في قلبه، ووقتها جين مون اللي كان طوال الوقت ده واقف وخايف ومذهول ومش مستوعب اي حاجة بيجري ناحية ابوه علشان يحضنه لاخر مرة في حياته. ومن هنا الفرقة الشمالية السماوية اللي اتكونت بمساعدة ودعم التحالف المركزي السماوي علشان تحمي الناس من الليل الصامت، واللي قاموا بواجبهم على اكمل وجه وباخلاص لاكتر من 100 سنة، في النهاية بيتم خيانتهم من التحالف السماوي. وبعد 3 سنين من تفكك الفرقة الشمالية بنشوف بطل قصتنا جين مو وهو عنده 16 سنة، وبيكون مربوط في مكان مظلم تحت الارض وحواليه ناس نازلين فيه ضرب ومش راحمينه، وبيتقدم قائدهم
بيهددهم وبيقول له قول لي فين مكان الاسلحه والتقنيات القتاليه والا هتخلينا نقتلك ونرجعك للبر الرئيسي. وبيكمل قائد الاشخاص دول كلامه وبيقول له انت فاكر اننا مش هنقدر نرميك في الصحراء للذئاب المفترسه؟ ده شيء سهل بالنسبه لينا وهيكون احسن من اننا نقضي السنين الجايه واحنا بنراقبك. فجين مون بيضحك وبيقول له انت فاكر انك هتقدر تعمل كده؟ فالقائد بيشاور لواحد من اتباعه فبيجرح جين مو في ايده وجين مو بيصرخ من الالم وبيقول له انت نسيت وعد التحالف المركزي السماوي مع ابويا قبل ما يموت. لكن القائد بيبص له باستغراب وبيقول له السماوات التسعه والتحالف المركزي السماوي ايه اللي المجنون ده بيقوله؟ وعلى الجانب التاني بنلاقي ان الليل الصامت محو وجودهم وبدا العالم يعتقد انهم اختفوا. وبما ان الفرقه الشماليه اللي كانت خط الدفاع ضد الليل الصامت اتحلت وباعتبار ان جماعه الليل الصامت ممكن تقوم بظهور مفاجئ كمبرر، بيقوم التحالف المركزي الشمالي بارسال مرتزقه علشان يراقبوا المنطقه. ولكن في الحقيقه كل ده مجرد عذر علشان يقدروا يراقبوا شخص واحد، وده علشان يتاكدوا انه مش هيبدا يتعلم الفنون القتاليه الخاصه بالفرقه الشماليه السماويه وما يخططش للانتقام منهم. والشخص ده هو اخر شخص متبقي من الفرقه الشماليه السماويه والوريث الوحيد لزعيم الفرقه السابق واللي هو جين مو. واخر مجموعه من المرتزقه راقبته اكدت ان زعيم الفرقه السابق جين كوان سمح لابنه بقراءه الكتب بس، وعلشان كده ما كانش عنده اي معرفه بالفنون القتاليه. ده غير ان اي شيء يتعلق بالفنون القتاليه فالتحالف المركزي استحوذ عليه. وبعد بحثهم الطويل عن اي شيء مخفي ما وصلوش لاي حاجه. وفي يوم من الايام بعد ما فضل ساكت ما بيعملش حاجه لمده سنه، موون بيقرر انه يتعلم مهاره تسمح ليه انه يقدر يعيش في المجتمع الفاسد ده، فبيبدا يتعلم الحداده. وبنشوف قائد المرتزقه اللي بيتكلم مع النائب بتاعه واللي بيقول له ان من الصعب التصديق ان الوريث الوحيد للفرقه الشماليه العظيمه عايز يتعلم الحداده علشان يقدر يكسب لقمه العيش. ولكن الاصعب ان مفيش اي مخطوطات للفنون القتاليه مخفيه في المكان، بس لو ده صحيح يبقى مفيش اي سبب يخلينا نضيع وقتنا في المكان ده لمده 3 سنين. في نفس اللحظه موون بيعدي من قدام فرقه المرتزقه وبيبان عليه الضعف وسوء المعامله اللي بيتعرض ليها باستمرار. التعذيب اللي بياخده من كل فرقه مرتزقه بتيجي تراقبه، فبيلف موون وشه بعيد وبيتجنبهم وبيمشي وبيقول لنفسه اكيد دول المجموعه الجديده، الظاهر ان الامور هتبقى مزعجه زي زمان. وبعدين بيتجه لمنزل 10,000 روح واللي كان متخزن فيه اكتر من 10,000 مخطوطه قتاليه، ولكن كل ده تم مصادرته بواسطه السماوات الشماليه الاربعه. ومعظم تلاميذ الفرقه الشماليه السماويه انتهى بيهم المطاف انهم يتبعوا واحد من السماوات الاربعه، وشارك كل واحد منهم في تدمير الفرقه الشماليه السماويه علشان ينالوا مكانه وسلطه في البر الرئيسي. وبيبص موون حواليه في الفراغ وبيقول انا بقيت وحيد تماما، ومن الواضح كده انه تم التخلي عنه. افتكر اخر لحظات ابوه قبل ما يموت وهو متغطي بالدم، وبيقول لموون ان هو دلوقتي بقى زعيم الفرقه الشماليه السماويه. وبيفتكر مشهد السماوات الشماليه الاربعه والسماوات التسعه وهم واقفين قدام جثه ابوه، وبيصحى مفزوع من النوم. وبنشوف المنطقه حوالين الفرقه الشماليه اللي بقت عباره عن مباني مهجوره مفيش فيها اي حياه لمسافه 10 كيلو متر من جميع الاتجاهات. ونقدر نقول ان الحاله المدمره للفرقه الشماليه بتمثل نفس الحاله اللي كان فيها جين مو، واللي بيقضي يومه بين الاكل اللي ما بيسدش جوعه والتدريب على الحداده والنوم. وفي يوم من الايام بعد ما خلص مو تدريب على الحداده بيطلع فوق اعلى مبنى في المكان وبيقعد يندب الحاله المؤسفه اللي هو فيها، فبيلوم نفسه وبيقول انا ما تسلقتش علشان ازود من ضعفي ولكن علشان ابني وارسخ اساس عزيمتي، ولو اتعثرت دلوقتي يبقى كل اللي عمله والدي وحياته اللي ضحى بيها علشاني هتروح على الفاضي. وبنرجع للوقت اللي فيه فرقه المرتزقه كانت بتعذب مو، وبنلاقي نائب القائد بيغطي وشه وبيقول هل كان لازم نعمل كل ده في الاول وفي الاخر؟ ده طفل صغير. وجين مو بيقول لهم انتوا نسيتوا وعد التحالف المركزي مع ابويا؟ فالقائد بيبص له باندهاش. فمو بيكلم كلامه وبيقول له اشك ان مسموح لك تتصرف معايا بالطريقه دي، لان المخطوطات القتاليه والاسلحه والكنوز الخاصه بالفرقه الشماليه مستحيل التحالف المركزي السماوي هيسيب حاجه منها وراه. وبيقول له لو عاوز تقتلني وترجع للبر الرئيسي فبراحتك، بس انا عارف انك على الرغم من كل ده مش هتقدر تعمل حاجه، لان في تلاميذ كتير من الفرقه الشماليه رغم انهم اتبعوا السماوات الاربعه الا انهم لسه مخلصين للفرقه واتبعوهم لانهم كانوا مجبرين قبل 3 سنين، ولو انت اذيتني ما اعتقدش ان هم هيسيبوكم في حالكم ومش هيترددوا في انهم يطردوكم لحد اخر الارض علشان ينتقموا منكم. واعتقد انك لسه ما سالتش نفسك ليه كل المرتزقه اللي قبلك ما عملوش نفس اللي انت بتفكر فيه واستنوا ال3 سنين لحد ما تخلص. في اللحظه دي قائد المرتزقه بيسحب سيفه وبيزعق لمون وبيقول له انت ازاي تكلمني بالطريقه دي؟ ولكن نائب القائد بيتدخل وبيوقفه وبيقول له ان من الافضل اننا نسيبه في حاله لان ده كلام
كلام اطفال مش اكتر. وبيخرج القائد من المكان وهو متضايق وبيقول لهم فكوا الاحمق جي مون. فجي مون بيرد عليه وبيقول له خلينا اكون واضح معاك، لان من البدايه المكان ده كان بيتي وانتوا هنا الدخلاء فيه، فمن دلوقتي اتوقع منكم انكم تحافظوا على السلوكيات الصحيحه للضيوف، وعلى اقل تقدير لو عملتم كده هعتبر ان اللي حصل بينا دلوقتي شيء من الماضي. فالقائد بيبص له وبيقول له اسمع يا عبيط، انا هسمح لك انك تمشي دلوقتي، لكن اللحظه اللي هتعمل فيها اي شيء مريب التحالف المركزي والسماوات الشماليه الاربعه هيدوني الاذن ان اقتلك من غير اي تردد. وبيقول للنائب يلا نمشي وتاكد انه متراقب طول الوقت. وبيخرج هو وباقي فرقه المرتزقه، وبيفضل النائب اللي بيمد ايده بمنديل لمون وبيقول له انه اسف على طريقه المعامله دي، ويقدر يستخدم المنديل ده علشان يوقف نزيف ايده، وبيسيبه وبيمشي. بس جيم مون بيتألم وبيبكي وبيقول في سخريه تلاميذ الفرقه الشماليه المخلصين. من الواضح كده انهم مش مخلصين، لانهم لو كانوا مخلصين ما كانوش يتخلوا عن الفرقه من 3 سنين، وكانوا انقذوه من حفره الجحيم اللي هو عايش فيها دي، ومفيش حد هيهتم سواء كان حي او ميت، وبالعكس بيكون متاكد ان هم بيتمنوا موته. وتاني يوم بنلاقي جين مو طالع نفس البرج اللي بيطلع يتامل فوق، وهو بيتألم من الجرح اللي في ايده، وبيفكر ان كل شيء اتاخد من الفرقه الشماليه، لكن قلب الفرقه الشماليه السماويه لسه حي، واللي هو اعظم سر للفرقه الشماليه حتى الان. وكمان السماوات الشماليه الاربعه ما يعرفوش عنه حاجه، والسر ده هو مخطوطه الفن القتالي النهائي للفرقه الشماليه. وفي اللحظه دي بنكتشف ان المخطوطه دي هي مبنى الفرقه الشماليه نفسه، وبنشوف كتابات سريه بتظهر واللي بتكون منقوشه على جدران الفرقه الشماليه. وكده اكيد كلنا عرفنا ليه مون كان دايما بيطلع يتامل فوق اعلى برج في المكان ده، لان لما الشمس بتبدا في الظهور من الشرق وتبدا الجدران المدمره للفرقه الشماليه بالقاء الظلال، بتتحول الانماط الغامضه على الجدران لكتابات، وده لما اشعه الشمس بتسطع عليها، والكتابات دي بتنتمي للغه منسيه من مملكه القمر السفلي. وتم بناء جدار 10,000 روح من قبل قائد الفرقه الاول بوكجين، وبيحتوي على جميع كتاباته. واستمر الحال على هذا المنوال ده مع كل قائد للطائفه وصولا الى قائد الجيل الرابع جين كوان. وعلشان السبب ده والده كان بيخليه يتعلم في الكتب وبيخليه يفهم لغه مملكه القمر السفلي بدلا من ممارسه الفنون القتاليه في سن مبكره. وبالنسبه للناس دي الكتابات اللي على الجدران هتظهر كمجرد نقوش قديمه وغير مفهومه، ده لان الامر كان مترتب علشان اكون انا الوحيد القادر على قراءه لغه مملكه القمر السفلي. ولنفس السبب هيظهر ببساطه اني بضيع وقتي هنا، وبيكون بيتمنى ان الحراس يفضلوا مفكرين كده، لانه لازم يخليهم معتقدين ان هو ضعيف وميؤوس منه، والا الامور مش هتمشي زي ما هو مخطط. والتعليم المشتركه لقاده الفرقه السابقين مكتوبه كلها هنا، وهو لسه قدامه طريق طويل علشان يتعلم فن القتال النهائي للفرقه الشماليه، واللي اسمه تجمع 10,000 ظل. وطول ما جين متراقب من التحالف المركزي السماوي لازم يبعد عنه اي اهتمام غير مرغوب فيه، ولازم يحافظ على كل شيء مخفي ويستنى فرصة الانتقام بصبر. في اللحظة دي جين مو بيلمح عربية جاية من الصحراء في اتجاه الفرقة الشمالية، فبينزل وبينادي على صاحبها واللي بيكون اسمه هوانغ، وده تلميذ سابق للفرقة الشمالية. وعلى الرغم من ان مدى مهارته في الفنون القتالية كان انه يدافع عن نفسه بس، وكان اضعف واحد في الفرقة الشمالية، الا انه مفيش اي حد يقدر يوازي اخلاصه وتفانيه في خدمة الفرقة الشمالية. وبنعرف ان بعد مغادرته للفرقة الشمالية اشتغل كتاجر متجول، وبذل قصارى جهده علشان يوفر لجين مون الامدادات اللي بيحتاجها علشان يعيش. وكمان بنكتشف ان هوانغ كان يتيم ووحيد وما كانش عنده اي موهبة في الفنون القتالية، وفي حين ان جميع الفرق والطوائف رفضته الا ان الفرقة الشمالية قبلته. ومش بس كده، لا كمان قائد الفرقة جين كوان عمل كل اللي يقدر عليه علشان يدربه على اساسيات الفنون القتالية، وده علشان يقدر يحمي نفسه على الاقل. وهوانغ عمره ما نسي اللطف ده، وعلشان كده رغم ان الكل مشي وساب الفرقة الشمالية السماوية الا انه هو الوحيد اللي فضل يعمل كل اللي يقدر عليه علشان يساعد جين مو. في اللحظة دي بيتكلم هوانغ مع جين وبيطمن عليه، فبيعرفوا مو ان هو بخير وكالعادة يعني. فبيقول له هوانغ من الواضح كده انك بتكبر يوم بعد التاني، لان طولك بقى اكبر شوية من اخر مرة شوفتك فيها. فبيشكروا جين مو على مديحه على تحمله للمشقة علشان يوصل للمكان ده ويطمن عليه. في اللحظة دي بيلمح هوانغ ايد جين مو المصابة، وبيقول له بغضب هو
والمرتزقه هم اللي عملوا فيك كده؟ فبيخبي جين مو ايده باسف وبيقول له ان مفيش اي حاجه ومحدش عمل له اي حاجه، وبيطلب منه انه ما يدخلش نفسه في الموضوع لانه اتجرح بالغلط. واثناء ما هوانغ غاضب وبيحاول يفهم ايه اللي حصل لجين مو بيقطعه وبيقول له ما كانش لازم تتعب نفسك وتجيب لي الحاجات دي كلها، وبيعرفوا انه لازم يعيش ايامه لنفسه ويركز على حياته الخاصه. فبيرد عليه هوانغ ان هو ما يقدرش يعمل كده لان من غير الفرقه الشماليه كان هيتعفن في وسط عالم الفنون القتاليه وما كانش في اي فرقه تانية هتقبله، وان السيد الشاب جين لازم يعيش بطريقه افضل من دي. وهنا جين مو بيبص لهوانغ بكل امتنان وبيفكر في نفسه انه مش بس جاب له كل الدواء، لا كمان جاب له ملابس وغطا وكل حاجه هو محتاجها. في اللحظه دي بيلمح جين مو حجر غريب فبيسال هوانغ ليه الحجر ده موجود هنا، فبيعرفوا هوانغ ان هو حصل عليه لما كان في مكان اسمه الغيوم الجنوبيه، وكانت الصخره دي واقعه من السماء وقبيله معينه كانت بتعبدها كشيء مقدس، استغفر الله يعني، ولكن القبيله دي اتذبحت كلها، يستاهلوا طبعا، علشان كده الصخره دي مش ملك لحد. فجين مو بيساله باستغراب اتذبحت كلها؟ فهوانغ بيتردد وبيكون مرتبك وبيقول الظاهر انهم حاربوا ضد قوات القبضه المحطمه. فجين مو بيفضل ساكت وبيبص في الارض، لكن هوانغ بيكمل وبيشرح له ان قوات القبضه المحطمه قرروا الاستقرار في منطقه الغيوم الجنوبيه، وده بعد خيانه الفرقه الشماليه السماويه، وكل واحد من السماوات الشماليه الاربعه صنع فرقه خاصه بيه. وبيعرفوا ان نسل الشبح الملعون يون جمع مجموعه من نخبه مستخدمي السيف واستقروا في الغرب وبقى اسمهم حماة السماوات الغربيه. والاعصار العاصف كيون جمع مجموعه اسمها الغيوم الهائجه، ولكنهم ما عملوش اي حاجه لحد دلوقتي. وحاكم الدم الحديدي جاي المفروض ان معاه اكبر قوه قتاليه وبنى الحصن الحديدي في الشمال. وشيطان القبضه تشو كان معروف بطبيعته القاسيه والشرسه، انشا مجموعه متعطشه للدماء وسماها قوات القبضات المحطمه. وبعد ما هوانغ بيلاحظ ان جين مو باصص للارض بحزن بيحاول يخرجه من الحاله اللي هو فيها، بيقول له بما انك اخترت مهنه الحداده فانا جبت لك مجموعه من الحديد معايا علشان تستخدمهم. فجين مو بيرد عليه وبيعرفه انه هيستخدمه بكل سرور، وبيطلب من هوانغ ان هم يخشوا المبنى الفرقه لان المكان بقى بارد جدا في الخارج. وبيبداوا في نقل الحاجه اللي هوانغ جايبها بسرعه بما ان السماء كانت بتنزل ثلج عليهم. وبنلاقي نائب قائد فرقه المرتزقه سيو مو بيراقب كل ده، وهو بيقول في سر الراجل ده هو هوانغ تشيول، ومن الواضح كده انه مش باين عليه اي شيء مميز، ولكن المثير للاعجاب هو ولاؤه للفرقه الشماليه اللي منقص رغم تدمر الفرقه الشماليه بالكامل. وكمان من الواضح ان وريث الفرقه الشماليه في حاله بائسه جدا، بيمشي زي ما يكون ما عندهوش اي هدف في الحياه وبيضيع وقته في الحداده، ده غير انه بيطلع فوق البرج علشان يتامل في السماء مش اكتر. وبيقول في نفسه انه هو كمان مش قادر يستشعر منه اي تشي او طاقه، وده لان من الواضح كده ان الوريث ما عندهوش اي مهارات قتاليه ابدا. وفي وقت تعذيبه اللي اتكلم فيه عن التحالف المركزي السماوي والسماوات الشماليه الاربعه، لو كان اتقن قصته اكتر كان هيكون مقنع بشكل اكبر، وبما انه في السن الصغير ده الا ان عنده مهارات صنع قرار رائعه، ولكن من المؤسف انه ما اتعلمش اي فنون قتاليه من الجدار الشمالي، والا كان هيكون قائد قوي جدا. وفي اللحظه دي بيقطع تفكيره وكلامه مع نفسه صقر مرسال في السماء، فبيجري علشان يبلغ قائد المرتزقه بالاوامر الجايه من التحالف المركزي. وهنا بنشوف القائد بيرمي الاوامر في الارض في غضب وهو بيزعق وبيقول بعد ما سابونا نتعفن في المكان القذر ده ما اتصلوش بينا ولا مره، ودلوقتي بيبلغونا ان في ضيوف مهمين جايين. ويكمل كلامه بيقول ان المكان ده مش الملاهي، هنا جايين نتفسح احنا. وبيؤمر نائب القائد انه يبدا في اصلاح المباني الملكيه. وفي اللحظه دي بنرجع لجين مو بعد ما نزل الامدادات اللي هوانغ جايبها، وبيعمل جين مو الشاي وبيقدمه لهوانغ، فبيشكره هوانغ وبيعرفه ان الشاي بتاعه هو افضل شاي شربه في حياته، ده بعد شاي امه والمدام وبقيه العيله طبعا. المهم هنا بيعرفوا جين مو ان هو يتعامل وكانه في بيته وما يحسش بالاحراج ويطلب اللي هو عاوزه. وبعد ما بيقعد جين مو جنبه بيساله ايه اللي بيحصل في العالم الايام دي وايه هي الاوضاع اللي في البر الرئيسي. بيفكر هوانغ شويه وبيعرفه ان كلام داير مؤخرا عن مقاتل معين بيصنع لنفسه اسم في عالم الفنون القتاليه، والمقاتل ده اسمه دام سو، وقال انه هيتحدى 1000 مقاتل ويفوز عليهم كلهم، علشان كده هو مركز الاهتمام في العالم الفنون القتاليه حاليا. هوانغ النجوم، ولما بيلاحظ هوانغ النجيم مش عارف اي حاجه بيبدا يحكي له قصه دام سو من البدايه، وبنكتشف ان هو الابن الثالث للسيد الغير قابل للقتل
دام جيوك اللي هو عضو من السماوات التسعة. وفي البداية الناس سخروا منه ومحدش كان واخد كلامه بجدية لانه كان مجرد ولد في سن ال 18، لكن كل مرة كان بيتحدى فيها شخص كان بيجلب الدمار والفساد عليه، ودلوقتي مجرد اسمه بيجلب الخوف والاعجاب من الناس في عالم الفنون القتالية. وبيقول له اعتقد ان حاليا كده دام سو اتحدى 93 شخص ولسه ما خسرش ولا تحدي لحد دلوقتي، ولو فاز 7 مرات كمان هيسجل واحد من اعظم الارقام القياسية في عالم الفنون القتالية، واللي الناس بيسموه تحدي ال100 رجل. وبيكون جيم مو معجب باللي بيسمعه لان دام سو لسه عنده 18 سنة. بيكمل هوانغ وبيقول ان على المعدل ده دام سو هيبقى بكل تأكيد واحد من اهم الشخصيات في عالم الفنون القتالية، ووفقا للشائعات فهو متوجه للشمال في الوقت الحالي، وفي كتير من طوائف الشمال متوترين بسببه وخايفين من الدمار اللي هيجلبوا عليهم. في اللحظة دي بيرد جيم مو بتعجب بسبب سماعه الاخبار دي، وبيسأل هوانغ اذا كان في اخبار تانية. وبعد ما هوانغ بيخلص كلامه جيم مو بيطلب منه ان هو يفضل معاه شوية وهو بالمرة يريح جسمه من السفر. فهوانغ بيعرفه ان هو كان بيتمنى يفضل معاه ولكنه مش هيقدر، وبيوضح له انه هيزوره في اقرب وقت، وبيطلب منه انه يسامحه لانه مش قادر يفيده اكتر من كده، وبيكون حزين على الوضع اللي جيم مو اصبح فيه. فجيم مو بيوضح له ان مفيش داعي لكل الاسف ده لانه عمل كل اللي في مقدرته. بعدها هوانغ بيركب العربية وبيودع جيم مو وبيرجع يكمل سفر على امل انهم يتقابلوا بعد الشتاء. وبعد ما بيغيب هوانغ عن نظر جيم مو بنلاقي نائب القائد سيو بيقول لجيم مو ان هو كان بيدور عليه، فجيم مو بيبصله باستغراب. فبيكمل نائب القائد وبيعرفه ان في بعض الضيوف المهمين من التحالف المركزي جايين في الربيع الجاي، وعلشان كده هم بيخططوا يصلحوا قصر هواد شون ويستخدموه. فجيم مو بيرد عليه وبيعرفه انه يعمل اللي هو عايزه لان المبنى ده مهجور من فترة طويلة ومش مهم اصلا، وبيقول له لو ده كل اللي انت كنت عاوز تقوله فانا هسيبك وامشي. وبيسيبه جيم مو وبيمشي. واثناء ما جيم مو في طريقه تحت الثلوج المتساقطه بيوصل لبرج ال10,000 روح وبيفتح الباب، فبيلاقي اثار ثلج جوه المكان. فبيبص باستغراب حواليه في الضلمه لان المكان مقفول ومفيش حد بيدخله غيره. وهنا بيتفاجئ بصوت جاي من وراه في الضلمه وبيقول له انت مين، وبيكون في سكينه على رقبته. وبيتفاجئ جيم مو لما بيسمع صوت واحده وبيقول لها قصدك ايه، انا المفروض اللي اسالك السؤال ده. فبتعرفه ان هي اللي سالت الاول ولازم يجاوب لو عاوز يحافظ على حياته. فبيرد عليها جيم مو بقلق وبسرعه ان هو مالك المكان ده. في اللحظه دي بترد عليه بتعجب وبتقول له انت عاوز تقول انك وريث الفرقه الشماليه. فبيأكد جيم مو على كلامها وبيقول لها دورك بقى علشان تجاوب على اسئله. وفي الوقت اللي بيكون لسه هتجاوب فيه بنتفاجئ بوقوع السكينه على الارض، ولما بيلتفت جيم مو بسرعه بيتعجب علشان بيلاقي بنت عمرها قريب منه ومصابه اصابات خطيره وجسمها متغطي بالدم. واول ما بيكتشف ان البنت اغمى عليها بيقعد يلف حوالين نفسه وهو مش عارف يعمل ايه، وعمال يسأل نفسه ايه اللي جاب البنت دي، ويا ترى هل هي مجرمة وجايبة وراها مصيبة. وبيقول في نفسه ايه الاصطباحة النكد دي، هو انا ناقص بلاوة اكتر من اللي انا فيها. وفي وسط التساؤلات والحيرة اللي هو فيها بيقرر يشوف هي عايشة اصلا ولا ايه اللي حصل لها. ولما بيقرب منها بيكتشف انها لسه على قيد الحياة، فبيشيلها وبيجري بسرعة على البيت بتاعه علشان يشوف هل هيقدر يعالجها ولا هيعمل فيها ايه. وبعد ما بيوصل للبيت ويحطها على السرير بيبدأ يفحص جروحها وبيكتشف انها اتهاجمت بتشي سامة وان السم ابتدى يجري في جسمها، وبيفتكر ان معاه ترياق الحماية الداخلي، وده بقى دواء روحي مخصوص لعلاج السموم وبيساعد على تعزيز التشي. وبيقول لنفسه ان ده اخر ترياق كان معاه، وبيفتكر كلام هوانغ لما اداه الترياق وعرفه قد ايه المصاعب اللي مر بيها علشان يجيبهوله. وبيقول انه ما يعرفش اي حاجة عن البنت دي، ورغم قلقه وتردده بيقرر انه يستخدم الترياق ويساعدها، وبيعمل لها كل الاسعافات اللي يقدر عليها. وبعد ما بيخلص بيبص لها بحيرة وبيتساءل هي مين البنت دي ولا جت منين. وبيقولوا انه من اول اليوم وهو عمال يجيله ضيوف غير مرغوب فيهم وحاجة كده، يعني ايه اليوم الحلو ده. وبعد مدة من الزمن بنلاقي البنت فاقت فجأة من الغيبوبة اللي كانت فيها، وبتقوم بسرعة لكنها بتتوقف لما بتحس بالألم في كتفها المصاب، وبتتسائل ايه اللي حصل لها ومين اللي اسعفها. ولما بتبص جنبها بتلاقي ضمادات مليانة دم، وفي وسط دهشتها بتلاقي مو
وون بيقول لها بتعجب انت صحيتي، اديني بقى شويه على ما اجهز الاكل. وهنا بتفتكر كلامها مع مو وون قبل ما يغمى عليها، وبتسال نفسها ليه الشخص ده ساعدها وانقذها من الموت. وبيقطع تساؤلاتها دخول مو وون وهو شايل الاكل، وبيقول لها انه افتكرها ميته علشان فضلت نايمه لمده 3 ايام كاملين. فبترد عليه بتعجب وهي مش مصدقه ان هي نامت ل3 ايام، وبتساله ايه اللي خلاه يساعدها. فبيوضح لها انه ما يعرفش اذا كان حد بعتها علشان تقتله او هي مجرد عابر سبيل على وشك الموت، ولكنه ما يقدرش يتحمل يشوف حد بيموت قدام عينيه، علشان كده هو ساعدها، وعلى اقل تقدير هو مش عايز يشوف حد بيموت في بيته تاني. الله عليك وعلى اخلاقك يا ابني. فبتبصله بشك وبتفكر انه ما عندوش اي نوايا سيئه، وكمان هي مش حاسه باي شيء منه، وده معناه انه ما يقدرش يشكل اي خطر عليها او يأذيها، وما بتكونش مصدقه ان هو ممكن يعمل كل ده من غير اي مقابل. وفي وسط تفكيرها مون بيقول لها تاكل بسرعه قبل ما الاكل ما يبرد. وعلى الرغم من انه كان بياكلها لمده 3 ايام، الا ان من الاحسن ان هي تاكل نفسها طالما صحي. فبتبص له وهي متردده وبتكح، وبتقول له طالما كده فهي هتفضل في بيته لحد ما يتم شفائها. فمون بيقول لها بتعجب انها بتقرر كل حاجه بمزاجها، وبيسالها عن اسمها. فبتقول له انت عاوز تعرف اسمي ليه يا شيخه؟ اكيد مش معجب بيك يعني. المهم بيلف وشه ليها، وبعد ما خلاص جاب اخره بيزعق لها وبيقول لها انه عالجها وسايبها تاكل وتشرب وتنام في بيته ببلاش. لو فوق كل ده هي عايزه تفضل قاعده عنده لحد ما تخف، يبقى لازم تخلي عندها دم شويه وتقول له على اسمها اقل حاجه. المهم بعد كلامه ده بترد عليه باحراج، وبتعرفه ان اسمها يون هاسول. بيقول لها ان في هدوم هو مش متاكد اذا كانت هتناسبها ولا لا، ولكن ممكن تستخدمها براحتها، وفي اكل في غرفه التخزين، ولو اكلت بعقل الاكل ده هيقضيها كام شهر، على الرغم من انه مش عارف هي هتقعد قد ايه. بيكمل كلامه وبيقول انه هيبقى موجود في المبنى اللي جنبها، ولو احتاجت اي حاجه هي عارفه هتلاقيه فين. وبيقول لها يا ريت تاكل بسرعه بقى قبل ما الاكل ما يبرد. يا سلام على قلب الام اللي فيك يا عم جين. وبعد ما جين بيمشي، اول ما هاسول بتتاكد ان هو مشي بتبدا في التألم، وبتقول ان هي محتاجه تستعيد طاقتها في اسرع وقت علشان تتخلص من السم اللي في جسمها. وبتتساءل عن شخصيه جين مون اللي ساعدها رغم ان هو ما يعرفش هي مين ولا ايه اللي جابها عنده. في الوقت ده بنروح لمون اللي بيتأمل وبيقول بالحكم على الجراح اللي هي مصابه بيها فهي مش شخص عادي، وانها مش مجرد جراح عاديه، وفي مخاطر كبيره لانه ما يعرفش اي حاجه عنها. ولكن الحقيقه انه سابها تفضل في بيته عن طيب خاطر، وبيسأل نفسه هل هو كان وحيد للدرجه دي علشان يخلي حد ما يعرفوش يعيش معاه. وبيبتسم زي العبيط وبيقول يون هاسول الاسم ده شكله جميل قوي. وبيمر الوقت وبنلاقي فرقه المرتزقه شغالين بيصلحوا القصر علشان يستعدوا للضيوف المهمين اللي هيجوا من التحالف المركزي السماوي، وكل ده في الوقت اللي قائدهم نايم زي الخنزير من غير ما يعمل اي مصلحه. وبنلاقي مون بيبص على بيته وبيقول ان هاسول ما خرجتش من البيت بقالها 3 ايام، وبيكون الفضول واخده اذا كانت بخير ولا ماتت، وبيفكر يزورها علشان يطمن عليها. وجوه البيت بنشوف هاسول قاعده بتحاول تجمع طاقتها الداخليه علشان تقدر تتخلص من السم تماما، ولكنها ما قدرتش تجمع غير نص الطاقه لان مفيش وقت. وبتقول ان السم اللي في جسمها ده اخر سم موجود واسمه لهيب الظلام المستهلك. وبتقول انها مش عارفه ايه نوع الترياق اللي مون استخدمه، ولكن من الواضح ان مفعوله ابتدى يختفي، علشان كده هي لازم تبدا تتخلص من السم على الرغم من خطوره العمليه دي لان طاقتها الداخليه ما رجعتش كلها، ولكن مفيش قدامها حل تاني. وبنشوف السم متجمع مكان الجرح في كتفها، وبتبدا هاسول تستخدم طاقتها الداخليه علشان تتخلص من السم، وبيبان عليها التركيز الشديد. لكن للاسف السم بينتشر في جسمها لان طاقتها مش كافيه، وهي بتفقد الوعي. بتقول ان دي كده نهايتها، وانها لسه ما شكرتش مون بشكل مناسب على رعايتها. في اللحظه دي بيدخل شخص مقنع للمكان من السقف، وبيمسك هاسول قبل ما تقع على الارض، وبسرعه بيضغط على نقاط الطاقه في جسمها، وبيبتدي يوقف انتشار السم داخل جسمها. وبيطلب منها ان هي تستعيد تركيزها وتستعمل طاقتها الداخليه علشان يقدر يتخلص من السم اللي في جسمها. وبيطلب منها ان هي توجه التشي ناحيه صابعها، وبنشوف السم بيخرج من صابعها وبيقع على السرير وبيحرق جزء منه زي الحمض بالظبط. وبيعرفها ان السم خرج من جسمها تماما، وانه لحقها على اخر لحظه، وانه لو اتاخر اكتر من كده كانت هتموت للاسف. وبيعرفها انه اسف لانه اتاخر، وانه ما كانش مفكر ان هي هتستخبى في المكان ده. وبنعرف ان الشخص ده اسمه ساريونغ، واللي معناه الروح الميته، ربنا ياخدك يا ابني. وبيعرفها ان هو عايش لغرض واحد، واللي هو خدمه سيده هاسو، وانه فشل في حمايتهم هما الاثنين، وانه مستعد يتلقى عقابه بكل سرور. فبتعرفوا انه لو وجوده كان زمانها ميته، بالاضافه لانهم اتعرضوا لكمين وما كانش في ايده
بايده اي حاجه يعملها. ولما بتساله كان فين كل الوقت ده بيجاوبها انه كان مصاب واضطر يستخبى هو كمان، وانه قدر يحدد مكانها من فتره قريبه. ولما بتساله ليه ما راحش يدور على السيد قبل ما يجيلها بيعرفها ان السيد مش محتاج مساعده منه لانه اكيد هيكون بخير، وان اولويته هو مساعدتها في التعافي. وعلى الرغم من كلامه ما بتقتنعش تماما، فبيكمل وبيعرفها ان اختبائها في الفرقه الشماليه كان اختيار ذكي، لان الاوغاد اللي بيطاردوهم مش هيصدقوا ان هي مستخبيه هنا، وان افضل حاجه تعملها دلوقتي هي انها تستعيد طاقتها الداخليه. وبيطلب منها ان هي تستنى لفتره اطول لحد ما يلاقي السيد وهيرجع لها مع اوامر السيد. وفي وسط التلج اللي مغطي المكان بنشوف مو وون قاعد بيتدرب على الحداده وبيراجع تعليم الفن النهائي اللي هو تجمع ال10,000 ظل. وفي وسط ما هو بيقول خطوات تفعيل الفن النهائي الطاقه الداخليه بتاعته بتظهر وبيستشعر المنطقه اللي حواليه، ولما بيتاكد ان مفيش حد قريب بيكمل تعليم. وبيقول ان اول تعليم من تجمع ال10,000 ظل هو الظل الداخلي، وان اول قائد للفرقه الشماليه كان مقاتل متجول، وانه قدر يكون الفن ده بعد التجول لسنوات كتير. وبما ان طبيعه الفن القتالي ده محاطه بالسريه والظلام، فما فيش حد من فنانين القتال هيقدر يعرف اذا كان مو وون عنده طاقه داخليه او لا بمجرد اول نظر. وبرغم ان فن تجمع ال10,000 ظل تم تطويره لمده 4 اجيال، الا انه لسه ما وصلش لامكانياته الكامله ولسه فن غير مكتمل. ولو كان مو وون عنده الخيار يتعلمه او لا ما كانش هيتعلمه، ولكن لان التحالف المركزي السماوي اخذ كل الفنون القتاليه اللي هو ممكن يستخدمها، وغير انهم بيراقبوه طوال الوقت، ما كانش عنده خيار غير انه يتعلم الفن النهائي غير المكتمل. وبعد فتره من التدريب بيقرر ان كده كفايه النهارده وهيكمل تاني يوم. في نفس الوقت كانت هاسول بتتمشى وبتستكشف اراضي الفرقه الشماليه، وهي ماشيه بتقابل مو اللي بيقول لها ان شكلها احسن من الاول بكتير، وانه كان قلقان عليها في الفتره اللي ما كانتش بتخرج فيها من البيت. وبيعرفها انه كان رايح ياكل، فلو هي لسه ما كلتش ممكن تاكل معاه. وبعد شويه تفكير منها بتحصله وبتقول له وهي محرجه جدا انها بتشكره على كل اللي عمله. فبيقول لها ايه ده انت بتشكريني؟ ما توقعتهاش منك الصراحه. فبتوضح له انه ليه كل الفضل في انقاذ حياتها. فبيضحك وبيقول لها مفيش مشكله وتعالي كل. وفي وسط دهشتها من تصرف مو وون بتقعد ولكن ما بتمدش ايديها على الاكل. فمو وون بيقول لها ان مفيش داعي للتردد والكسوف لان الاكل مش مسموح. فبتساله ليه هو ما سالهاش عن اي حاجه، ولما بيسالها تقصد ايه بكلامها ده بتجاوبه انه ما سالهاش عن خلفيتها او جت منين. فبيعرفها ان هو محبش يتطفل عليها. في اللحظه دي بتساله بكل فضول ليه ما سالهاش، فبيجاوبها انه احسن له ما يسالش لانه لو عرف مش هيقدر يستمتع بوقته معاها تاني. وهنا بتساله باستنكار انت عبيط ولا ايه؟ فبيقول لها ما تشككش في قراراته وتاكل، بدل ما هو سامع صوت معدتها بالكركر بقالها ساعه. وبنشوف مو وون قاعد فوق قصر ال10,000 روح وبيفكر ويقول انه حاسس ان جسمه ابتدى يتغير، وان في سر تاني جوه جدار ال10,000 روح، وان ده انسب وقت ليه علشان يتعلم تقنيه نصل الظلام الابدي. ودي بقى تقنيه سيف غامضه تم انشائها لغرض واحد وهو القتل، وانه كان بيتعلم اساسيات المبارزه طول الفتره اللي فاتت علشان يقدر يستفيد بشكل صحيح من التقنيه دي. وبيعدي اليوم ده وبنلاقي مو وون بيقضي يومه بين التدريب على الحداده والمبارزه علشان يقدر يستخدم تقنيات تجمع ال10,000 ظل. وعلى الناحيه الثانيه بنلاقي هاسول بتقضي يومها كله في استعاده طاقتها الداخليه. وفي يوم من الايام في وسط ما مو وون بيتدرب على الحداده في امان الله، اول ما خلص وبيلف وشه لقى هاسول قاعده. فبيتخض وبيقول لها بعد ما جات له سكته قلبيه وتقريبا شاف المرحوم ابوه من الخضه انت ايه اللي جابك هنا وانت هنا من امتى؟ فبترد عليه وبتقول له انها مش عارفه اذا كان هو كان مركز جدا او ما بيعرفش يحس باللي حواليه، ولكن اللي هي عارفاه انها قاعده من بدري. وبتكمل وبتقول له عموما انها جعانه وعاوزه تاكل. في اللحظه دي مو وون بينفجر فيها وبيقول لها انها بقالها 3 شهور قاعده عنده، وبيكمل انه ما شافش حد في بجاحتها، وبيقول لها انت مش ناويه تروحي من هنا ولا ايه؟ فبترد عليه بكل برود انها جعانه وعايزه تاكل. وطبعا مو وون بيستسلم لانه عارف انه لو كمل جدال معاها هتجيب له الضغط والسكر زي كل الستات طبعا. وبيقول كان يوم اسود يوم ما عرفت انا كان ايه غصبني ان اعمل كل ده لواحده انا ما اعرفهاش اصلا. وبيسلم امره لله وبيقول لها يلا، وبيمشي علشان يجهز الاكل. ولما بيديها ظهره بتفكر وبتقول انه مهما بصت له بجديه فالموضوع ده مش منطقي، وازاي وريث الفرقه الشماليه ما يعرفش يستخدم اي فنون قتاليه وكمان ما يعرفش اي حاجه عنها، لا وبيضيع وقته كله في الحداده. في اللحظه دي مون وهو ماشي بيقع على وشه، كفايه قر مش هتجيبوها لبر. المهم ولما بيلاقيها لسه ما اتحركتش من مكانها بيزعق لها وبيقول لها بتعملي ايه؟ مش كنت جعانه من شويه؟ فبتمشي وراه على المطبخ، وبعد ما الاكل بيجهز بيقعدوا ياكلوا وبيهزروا مع بعض. وعلى الجانب التاني عند بوابه
ضربة الفرقة الشمالية بنشوف بنتين وولد عمرهم قريب من مون، وبيكون وراهم عدد كبير من المقاتلين، وواحد منهم بيقول هي دي الفرقة الشمالية، وبنعرف ان الاشخاص دول هم شيم وون لي وشيم سو من الاسماء اللي مش هتتنطق، وحفيدة سيوم مون هو من السماوات التسعة واللي اسمها هيريون. واول ما بيدخلوا بيجري قائد فرقة المرتزقة علشان يستقبلهم، واول حاجة بيسألوا عليها هو المكان اللي هيستريحوا فيه، فبيقول لهم انه جهز لهم احسن مكان في الفرقة الشمالية كلها واللي هو قصر هو تشون. وفي اللحظة دي واحد من المقاتلين بيتعرف على سيومو سانغ اللي هو نائب قائد المرتزقة، فسيومو سانغ اللي بيعمل انه مش عارف اي حاجة بيلف وشه الناحية التانية. وفي طريقهم للمكان اللي هيقعدوا فيه هيريونغ بتقول ان الخراب اللي حصل للفرقة الشمالية ده شيء مؤسف، فون لي بيرد عليها ويقول لها ان دي طبيعة العالم، الضعيف بيداس عليه من الكل زي كلب الصيد لما بيعجز عن الحركة. في نفس الوقت مون وهاسول بيبقوا ماشيين في الطريق، وهاسول بتسأله ليه الاكل على طول بيبقى لحمة ومفيش اي حاجة تاني، فبيرد عليها مون اللي اختاشوا ماتوا يا شيخ. واول ما بيوصلوا لاخر الطريق بيتفاجئوا بالناس اللي قدامهم، واول ما عينيهم بتقع على مون هيرونغ بتقول اكيد ده وريث الفرقة الشمالية السيد جين، وبيظهر القلق على قائد المرتزقة لما بيلاقي مون وهاسول مع بعض، وهاسول بتلوم نفسها انها ما قدرتش تكتشف العدد الكبير ده من الناس، وبتقول ان ده تأثير وجودها مع الغبي مون. وفي وسط الارتباك اللي حاصل واللي بيقدم نفسه هو واللي معاه المون، فمون بيعرفه بنفسه هو وهاسول وبيقول لهم انها قريبته من بعيد وجايه تقعد معاه شويه. وقائد المرتزقه بيقول لمو سينغ من امتى هو عنده قرايب، ومين البت دي وايه اللي انتوا كنتوا بتعملوه الفتره اللي فاتت يا مغفلين، وبيطلب منه انه يعرف له مين دي النهارده قبل بكره. فون لي بيقول لمون ان شكله عارف هم مين، فبيقول له انه سمع عنهم وان اسمائهم معروفه في عالم الفنون القتاليه، فبيرد عليه ويقول له حتى المكان المعفن سامحني حتى في الشمال البعيد احنا معروفين، يبقى نتخطى الشكليات، وبيسيبه وبيمشي. في الوقت ده هاسول بتبص على مون وبتقول انه مش بالغباء اللي هي كانت فاكراه، وانه قدرته على الكذب من غير اي تردد شيء مثير للاهتمام، وبتقول انها كانت فاكره ان هو مالك المكان، وبتكون مستغربه ان وون لي بيتصرف كأن المكان ملكه. وفي المساء بنشوف وون لي بيكلم الجنرال اللي معاه واللي اسمه موك، وبيقول له انه جه علشان يستمتع بمجد الفرقه الشماليه السابق، ولكن المكان مثير للشفقه، وبيكمل ان السلام الظاهري في البر الرئيسي مجرد وهم صنعه العواجيز في التحالف المركزي، ولو قدروا يفضلوا عايشين على طول علشان يستفيدوا من الفساد اللي هم عملوه، فموك بيرد عليه انه هيعمل كل اللي يقدر عليه علشان يساعده، وون لي بيقول له هيحتاج يستنى لسنين كتير علشان يقدر يورث السماوات الاربعه الميته، ولكن هو مش هيستنى كل ده، وهيخلي الفرقه الشماليه بدايه القاعده بتاعته علشان يسيطر على السماوات الاربعه الميته. بس قبل ما يعمل كده في شيء بيزعجه ولازم يتخلص منه، واللي هو مو وون. وبنشوف مو وون بيتدرب في ورشه الحداده، وبيتفاجئ لما بيلاقي وون لي واقف عند الباب، وبيستغرب ازاي ما حسش بيه رغم انه كان بيستشعر المكان كله، ومن الواضح كده ان كل شويه حد يغفله. وون لي بيتريق عليه وبيقول له انه ما كانش يعرف ان صوت المطرقه ممكن يكون باللطف ده، وبيقول له انه بيعمل شغل كويس بالنسبه لشخص ما عندوش اي تشي، وبيتحمل درجه الحراره دي جوه الورشه، وبيساله ازاي هو قدر يعيش في المكان ممل زي ده لدرجه تخليك تحس ان الوقت متوقف. وبياخد سيف من اللي مو وون صنعهم وبيجربه، وبيقول له ان سيف جودته عاليه وانه يقدر يبيعه بسعر عالي في البر الرئيسي، وبدون اي انذار بيوجه السيف ناحيه مو وون اللي بيساله بدهشه ايه اللي هو بيعمله، فبيقول له وريث الجدار الشمالي ما اتعلمش اي فنون قتاليه ووقف التمثيل ده، وبيقول له انه لو استسلم بجد ما كانش هيفضل عايش للمده دي. في اللحظه دي مو وون بيبقى مرتبك وبيفكر هل وون لي بيختبره والمفروض يدافع عن نفسه، ولو دافع عن نفسه الامور هتسوء اكتر لانه ابن واحد من السماوات التسعه، غير انه ما ينفعش يكشف عن قوته دلوقتي والا كل اللي عمله هيضيع. وبيقطع تفكيره لما وون لي بيهاجمه بالسيف، وقتها بس بيكتشف ان وون لي ما كانش بيختبره وانه ناوي يقتله بجد، فبيضطر مو وون انه يستخدم التشي بتاعته علشان يدافع عن نفسه، لكن في نفس اللحظه بيقرر انه يوقف التشي بتاعته ويقرر انه ما يقاومش، وانه طالما ما قدرش يكشفه يبقى لازم مستواه في فنون القتال يكون عالي، يعني سواء قاوم او لا فهو هيموت، فبيراهن على انه ما يقاومش. وفي وسط دهشه وون لي اللي حس بتشي مو وون للحظه واحده السيف بيخترق كتف مو وون وبيبدا في الصراخ من الالم، وهنا بتتدخل هيريون وبتأمر الحارسه بتاعتها انها توقف وون لي قبل ما يقتل مو وون، وبيجروا بسرعه علشان يساعدوا مو وون اللي وقع على الارض وهدومه غرقانه دم، وبيحمد ربنا ان وون لي ما اصابش مكان حيوي في جسمه. وون لي بيقول بما انه مش قادر يتفادى هجوم بسيط زي ده
كده يبقى الشائعات انه ما يعرفش اي شيء عن الفنون القتالية صحيحة، ولكن ايه الاحساس اللي حس بيه من شوية؟ وبيستنتج ان اللي حس بيه ده مجرد تهيؤات بسبب المكان الغريب اللي هو فيه، ولكنه بيقرر انه يراقب مون لحد ما يتأكد. في اللحظة دي هير يونغ بتزعق له وتقول له ايه اللي انت بتعمله ده؟ فبيرد عليها بلا مبالاة انه كان فاكر ان مون يقدر يتفادى هجوم بسيط زي ده، وما كانش يعرف انه ضعيف للدرجة دي، وبيسيبهم وبيمشي. فبتدي لمون حبة تعافي سريع علشان الجرح يلتئم بسرعة، وبتطلب منه يسامحها لانها ما كانتش تعرف انه مون ليه هيعمل كده، وبتقول له انها تعتذر بداله، وبتوديه لأوضته علشان يستريح. وبنشوف مون نايم، واول ما بيصحى بيلاقي يون هاسول بتسأله مين اللي عمل فيه كده، فبيفضل ساكت. فبتقول له انه غبي، وحتى لو هو اضعف منهم كان المفروض يقاومهم على الاقل، او لو مش قادر يقاومهم كان حاول يهرب من المكان. وبتقول له انا ليه متضايق علشانك وانت اساسا مش مهتم ولا في دماغك. في اللحظه دي بيمسك ايدها وبيشكرها، وبيقول لها انها اول حد يقلق عليه، ده غير السيد هوانغ طبعا. فبتتكسف وبتضربه على بطنه، وبتقول له ايه اللي انت بتعمله ده، وبتعرفه انها تسيب المكان قريب، وبتقول له ان جروحها خفت تماما وان مفيش اي سبب يخليها تستنى. وبتفتكر ان سار يونغ زارها من فتره قريبه وبلغها ان السيد بخير وانها لازم تجهز علشان هيتحركوا قريب. وبنشوف دام سو تشيون وسط الصحراء وواقف على هضبه، وبيقول هي دي الاراضي الشماليه الموحشه، ده منظر مدهش. وبيبص وراه وبيقول انتوا مين؟ اظهروا نفسكم بدل ما انتوا مستخبيين زي الفيران كده. وبيظهر من تحت الرمل مقاتلين مقنعين، وبيقولوا له انت اللي مين ورايح فين؟ فبيفحصهم بنظره وبيستنتج انهم مش زي اي مقاتلين قابلهم قبل كده، وبيقول معقوله في مقاتلين لسه ما قابلتش حد زيهم في الاراضي الشماليه؟ وبيرد عليهم ويقول لهم ايه اللي يخليه يقول لهم اي حاجه. فبيعرفوا قائدهم انه هيسيبه يعيش لو رد عليه، فسو تشيون بيقول له انه هو اللي هيسيبهم يعيشوا لو جاوبوه. فبيرد القائد اذا كان كده هيعتبروا انه جاي علشان يساعد الست اللي هربت منهم. فبيعرفهم ان هو ما يعرفش هما بيتكلموا عن ايه، ولكنه هيقاتلهم بكل سرور. وبيهاجموه بمناجل السلسله اللي معاهم، لكنه بيصدها وبيمسك السلاسل، وبيحول التشيف ايده لسيف ضوئي وبيهاجمهم، لكنهم بيتراجعوا قبل ما يصيبوا. وفي وسط دهشتهم من انفجار التشيف بتاعه اللي شبه الضوء بيقرروا يهاجموه كلهم مره واحده، وبيهاجموه بتهور، وحتى لو ده كلفهم حياتهم المهم انهم يصيبوه باكبر قدر ممكن، بس بيموتوا على الرغم من محاولتهم. وسو تشيون بيخرج عايش ولكنه مصاب، وبيقولوا انهم مش زي اي مقاتل عادي، وانه المفروض كان ساب حد منهم عايش علشان يستجوبه، وان حتى سيد النصر الخاطف ما كانش بالقوه دي. وبيكمل طريقه ناحيه الفرقه الشماليه. وعلى الجانب التاني في الفرقه الشماليه بنلاقي مون ماشي في الطريق، وبيقابل هير يونغ اللي بيتعرفوا ان هي كانت جايه له علشان تديله دواء. فبيرد عليها ان دي مش اول مره يتصاب زي كده، فبتعتذر له تاني على اللي عمله وون لي وعلى تطفلهم على بيته من غير اذن. فبيكرر كلامه انهم مش اول حد يعمل كده، وبما انهم موجودين يا ريت يستمتعوا بوقتهم. فبتشكره وبتقول له انها متفاجئه من لطفه معاهم، وكمان انها توقعت انه يكون حاقد عليهم بسبب اللي اهلهم عملوه فيه وفي الفرقه الشماليه. ده غير ان جدها هو الباحث عن المعرفه سيو مون، واللي هو المخطط الاساسي لكل اللي حصل للفرقه الشماليه. ولما مون ما بيردش عليها بتطلب منه انه يثق في انها مختلفه تماما عن جدها القاسي، واذا كان في اي شيء تقدر تساعده فيه هي مش هتتردد. وبنشوف الحارسه بتاعتها بتراقبهم من على السطح، وبنعرف ان اسمها يون سو. وبعد ما بتسيب مون بتروح لون لي اللي بيتخض لما بيشوفها، وبيقول لها سيده هير يونغ في ايه؟ فبتساله كم مره قالت له ما يلمس مون، فبيوضح لها انه ما كانش يعرف انه ضعيف ومثير للشفقه كده. وبيختلف اسلوبها 180 درجه، وهي بتقول له ان مون قيمته مهمه جدا بالنسبه لخطتهم، وانهم محتاجين يستخدموا وجوده كاخر وريث للفرقه الشماليه بافضل طريقه علشان يحققوا هدفهم. في اللحظه دي بنشوف قريه بتلتهمها النيران، وفي قلب النار والدمار ده بنشوف شخص ضخم وجسمه متغطي بالندوب، وايديه بتخترق صدر مقاتل وبيموت. وبنعرف ان الشخص ده شيطان الفوضى البدائيه واسمه تاي موكان. وبعد ما بيرمي جثه المقاتل بعيد بيقولوا انه بيشعر بخيبه امل لانه ما حسش باي تحدي في القتال معاه. وبيقرب منه شخص لابس فرو ذئب على راسه، فموكان بيساله ايه اللي حصل لقوات الاشباح الخفيه، فبيرد عليه انهم بعد ما نقلوا رسالتهم عن مكان هدفهم كانوا مستنيين اوامر جديده، ولكن فقدوا الاتصال بيهم وانهم في الغالب اتقتلوا كلهم. فموكان بيساله بتعجب قوه النخبه اتدمرت، وهو قصده يعني على قوات الاشباح الخفيه. فبيعرفوا صاحبه ده انه مش كده وبس، وبيقرب منه وبيهمس في ودنه. فموكان بيقولوا كمان اتدمروا بواسطه طفل ما، وان الطفل ممكن يكون في نفس المكان اللي البنت اللي بيطاردوها مستخبيه فيه، وبيقول للي معاه
يلا يا عصابة ذئاب الظلام علشان نصطاد شوية ارانب. فيا ترى المجانين دول هيعملوا ايه؟ يلا بينا نكمل ونعرف. وفي الجانب التاني وتحديدا في الفرقة الشمالية بنلاقي موسن ماشي في طريقه لا بيه ولا عليه، وبيلاقيه صاحبه الرخم اللي كان بينادي عليه، وهو طنشه وبيكون جاي بينادي عليه من تاني. شوف بقى وشه مستفز ازاي. وبنعرف ان اسمه يوب وول، وده من نخبة حراس النمر التابعة للسماوات الاربعة الميتة. بيقول ان موسنغ اختفى فجأة من غير ما يقول اي حاجة، وانه كان قلقان عليه علشان كده كان بيدور عليه، وبيقول له عامل ايه يا صديقي القديم. في اللحظة دي موسنغ الهادي طول الوقت بيتعصب وبيقول له بغضب انه ما كانش يعرف ان اللي بيسرق حبيبة شخص تاني بيتقال لهم اصدقاء، وحاجة كده في قمة الغدر. ومن الواضح ان موسنغ ما صاحبش صاحب جدع. المهم بيكمل كلامه وبيقول له انه محظوظ انه بقى من نخبة حراس النمر، وانه لازم يركز على مهمته وما يظهرش قدامه تاني. فيوبول بيكح وبيعمل نفسه عبيط وبيقول له باستنكار انت لسه متضايق من الموضوع ده، وبيعرفه انه حاسس بالذنب بسبب اللي حصل له قبل كده، وبيكمل انها هي اللي اختارته. ومش كده وبس، بوشكاش محفوظ بيضحي النهارده هي كمان اللي اصرت انها تتجوزه. فموسنغ ما بيستحملش كل الكلام ده وبينفجر فيه، وبيقول له يخرس وما يكدبش عليه لانها عمرها ما تعمل كده. وفي تلك اللحظه موسنغ بيهجم عليه، لكن يوبول بيستل سيفه بسرعه وبيهاجمه، وبيقول له موسنغ اللي بقى مرمي على الارض ومصاب وسيفه مكسور انه يهدى شويه، وانه كان بيحاول يبقى لطيف معاه بما انهم اتقابلوا بعد كل الوقت ده، وبيطلب منه انه يسامحه، وبيعرفه ان جه الوقت علشان يواجه الواقع اللي هو فيه. يسامحك ازاي يا ابني بعد كل اللي انت عملته ده؟ ما عندكش دم ولا ايه؟ المهم بيكمل انه هيبقى موجود هنا لفتره طويله، وانه مستحيل انهم ما يتقابلوش طول الفتره دي، فلازم يتقبل وجوده ويتعايش مع الموضوع، وانه مرضيش يجرحه بعمق، فالاحسن يعالج جرحه قبل ما يسوء اكتر، وبيسيبه وبيمشي. في الوقت ده موسنغ بيفتكر الموقف اللي حصل له زمان لما حبيبته سابته واختارت يوبول، وبيضحك بسخريه لما بيلاقي انه هو في نفس الحاله البائسه اللي كان فيها في الماضي. المهم والله ترى نتأثر. بنسيب موسنغ البائس ده بقى في احزانه، وبنروح لمون اللي حياته ابتدت تتحسن بوجود هاسول. والله ولقيت الطبطب. وبنلاقيه قاعد في ورشه الحداده كالعاده وشغال بتركيز. وبعد شويه بنشوف هاسول بتقول له فين الاكل، ولما بيجيب الاكل بتقول له هو مفيش غير الاكل ده كل يوم، انت ما بتزهقش ولا ايه؟ فبيقطعها وبيديها دبوس شعر على شكل ورده، فبتبص له باندهاش، ومن الواضح ان دماغها عملت ايرور وما كانتش متوقعه اللي حصل. فبيعرفها مون ان دي هديته ليها ومفيش حاجه مربكه في الموضوع، فبترد عليه وهي لسه مش مستوعبه كلامه واللي بيحصل حواليها، وبتساله ايه ده انت بتديها ليا انا؟ فبيوضح لها ان هي قالت انها هتمشي قريب، فقرروا انه يديها حاجه تفتكروا بيها قبل ما طرقهم تفترق. ولما بتستوعب انه اداها هديه وشها كله بيحمر من الخجل. ملعوبه يا ابني والله، ليك مستقبل باهر بس كل ده مش وقته لانك على وشك الموت، اصحى لا يغفلون. فبترد عليه بارتباك دلوقتي بتديني الهديه في الوقت ده والزمن ده؟ ومون بيفكر ان الاكل المره دي احسن من كل مره، وحرفيا شكل كلامي صدق ولا الطبطبه قبل ما نلاقيها. المهم في الليل بنشوف هاسول ماسكه الدبوس بين ايديها وبتفكر بسعاده في مون اللي سرق قلبها طبعا، وبتقول هي دي الهديه؟ ده شعور جميل والهديه جميله. وبيقطع تفكيرها ظهور ساريون، فبتخبي الدبوس بكل تلقائيه وبيقول لها انسه الشابه انا جيت علشان ابلغك ان سيدنا هيجي المكان ده قريب جدا. وبيسالها ايه اللي خبيتيه ده؟ بترد عليه وهي متردده وبتقول له ان هي حاجه مش مهمه. فبيكمل كلامه وبيقول لها ان هي املهم الوحيد، وبيترجاها ان هي تحط الكلام ده في دماغها وانها ما ينفعش يبقى ليها اي روابط شخصيه. فبتجاوب بثقه ان هي مش هتخلي ده يحصل. ساريون بيقول لها انه هيثق فيها وفي كلامها، وبيقول لنفسه انه حاسس ان في شيء غريب وغير طبيعي. ايوه يا ابني ما قلبها اتسرق خلاص. في النهار بنلاقي موسنغ اللي جسمه ملفوف بالشاش قاعد بيتدرب، وبيفكر وبيقول لنفسه ان اكيد يوب هو اللي بيكذب عليه، ولكن لو كان بيقول الحقيقه فعلا فحبيبته سابته. وبيبدا يفكر في السبب، وهل يوب وول بيمتلك شيء مش عنده علشان حبيبته تسيبه وتروح له؟ لا يا ابني ما تقلقش، هو الصنف ده كلهم غدارين، اعتقد ان مفيش حد منهم بيتفرج علينا سامح. وبيبدا بقى يقول في نفسه ان يوب وول موهوب بما فيه الكفايه ومدهش جدا، وده لانه كمان انضم الحراس النخبه للسماوات الاربعه الميته التابعه للسماوات التسعه في الوقت اللي هو موجود فيه في مكان بعيد ومعزول. وموسنغ بيقولوا انه اتعلم طريق شفره السماء الزرقاء لكنه لسه في المستوى المبتدئ، وبيسال نفسه ليه هو مش قادر يتطور على الرغم من المجهود الجبار اللي هو بيبذله، وانه كان بيحاول على قدر المستطاع انه ينسى اللي حصل، ولكنه بيفتكر كل شويه وبيقرر انه يقتلهم كلهم. وفي وسط تساؤلاته بيسمع صوت بيقول اوهام مظلمه من القلب المرتاح، عندما تبدا في الشك بنفسك سوف تستهلك من قبل الظلام القابع بداخل قلبك. الغضب الذي يحترق
يحلق بداخله لن يؤدي إلا إلى سقوطه، ولن يكون أبدا الحل لمشكلته. الجزء الذي تنظر إليه هو واحد فقط من العديد من الجوانب الموجودة في داخله. هذا الجانب الواحد لا يحدد من أنت ككل. في اللحظة دي بيلتفت مو سينغ حوالين نفسه علشان يعرف الصوت جاي منين، ولكنه ما بيشوفش حد والصوت بيكمل، فبيقرر انه يسمعه للآخر. بيقول الصوت: بمجرد تهدئة الغضب الذي بداخلك عقلك سوف يصبح واضحا وضوح الشمس، كما يجب أن يصبح المرآة التي تعكس الحقيقة. أنت مثل المياه التي لا تزال تتدفق من أدنى الأماكن، وبمجرد أن تلمع من أشعة الشمس يجب أن تتبخر المياه وترتفع في الغلاف الجوي. ونعم، قناعة القلب هي نفس المبدأ الذي يقوم به هذا. عندها داخل الغلاف الجوي أرياح متصاعدة ستحرك الغيوم. هذا هو نفس الاضطراب الذي بداخل قلب. اسمح لخطوط الطول الخاصة بك أن تصبح البحر، وخاتم سرتك يجب أن يصبح المرساة خاصتك، وحاذي قشرة دماغك مع السماء. في تلك اللحظة ستحكم السماء. وبعد ما مو سينغ بيتبع التعليمات اللي الصوت قالها، ولو حد فهمها يا ريت يفهمني، بيحس بكي كبيرة في جسمه، وأول ما بيستخدم سيفه بيتفاجئ من كمية الكي اللي هو أطلقها، وبيدرك إن زي ما يكون الصوت ده فتح له طريق الصحيح. وبنشوف مون قاعد فوق مبنى ال10,000 روح، وهو بيقرأ تعليمات فن تجمع ال10,000 ظل، وبيقرر إنه كفاية كده النهاردة، وبينزل علشان يرجع لبيته. وفجأة وهو ماشي بيحس كي هيلة جاية من عند بوابة الفرقة الشمالية، وبيشوف دام سو تشيون اللي متغطي بالجروح وصل للفرقة الشمالية، فبيقول إن كمية الكي الكبيرة دي دليل على إنه خبير في الفنون القتالية. وقتها دام سو تشيون بيعدي البوابة وبيقول بإعجاب: هي دي الفرقة الشمالية. وبياخد باله من مون وبيبص له باستغراب، وبيسمع صوت بينادي وبيقول: يا أخي. وبنلاقي وون لي واخته الصغيرة وهيريون جايين يستقبلوا سو تشيون، فوون لي بيقول له: أخيرا وصلت، أكيد رحلتك كانت طويلة ومتعبة. فبيرد سو تشيون عليه ويقول له: الظاهر إن الأخ الأكبر والأخت الصغرى وصلوا قبلي. في اللحظة دي هيريون بتلاحظ إن مون موجود، فبتحييه وهو بيرد لها التحية. والحارسة سوسو بتسأل سو تشيون إيه اللي حصل لهدوم، وون لي بيسأله: إيه اللي حصل لك وأنت جاي في الطريق؟ وهيريون بتسأله بقلق وتقول له: إيه اللي حصل؟ خصمك الأخير في تحدي ال100 رجل كان سيد النصر الخاطئ واللي اسمه بايك سونغ وون، هل كان قوي للدرجة دي؟ فبيرد عليها إنه كان خصم قوي ولكن مش لدرجة إنه يجرحه. فون لي بيقول له: تعالى ندخل نعالج جروحك دلوقتي وابقى اتكلموا بعدين براحتك. وبيقول إنه حاسس بالفضول علشان يعرف مين اللي عمل كده في النجم الصاعد للسماء الشرقية. في اللحظة دي بيتفاجئ مون لما بيعرف إن ده هو دام سو تشيون الابن الثالث لدام جيوك شي من السماوات التسعة. وبيكمل سو تشيون كلامه وبيقول لهم إن اللي حصروه كان شكلهم مريب جدا، بس مفيش داعي للقلق لأنه الشخص اللي هز عالم الفنون القتالية. وبيسألهم مين الشخص اللي كان موجود من شوية، فبيعرفوه إنه وريث الفرقة الشمالية جيم مون، وإنه مثير للشفقة وما يشغلش باله بيه، ولكن من الواضح إنه بيكون مهتم بمون. وبيروح بقى المون اللي بيفكر في مقابلته مع سو تشيون، وإنه ما توقعش إنه يقابله هنا، وإيه علاقتهم بيه، وقد إيه الهالة بتاعته كانت مخيفة ومرعبة، وإن الكي بتاعه في مستوى عالي. وبيقطع تفكيره لما بيقرب منه الجنراليو اللي بيعرف نفسه وبيقول له إنه جاي يبلغه رسالة من السيد الشاف. فمون بيسأله بتعجب رسالة، فبيقول له إنه هو مدعو للعشاء في قصره هو تشيو. مون بيقول له الضيوف هم اللي بقوا يدعوا صاحب المكان، من الواضح إنها تبقى حفلة مسلية جدا، وبيعرفوا إنه هيقبل الدعوة بكل سرور. فيوك بيقول له يجي بكرة القصر هو تشيون وقت العشاء، وإنه يقدر يجيب قريبته معاه لو حابب. وبنشوف سو تشيون في قلب القصر بيفكر إنه ما قدرش يستشعر أي شيء أو فنون قتالية من مون، لكن بالتأكيد هو حس بشيء مختلف منه سواء جسديا أو روحيا. فمون ورث قوة وإرادة الفرقة الشمالية. وفي النهار بيتفاجئ مون لما بيلاقي سو تشيون قاعد مستنيه قدام بيته، وأول ما بيشوفه بيقوم وبيحييه وبيعرف نفسه. فمون بيرد التحية وبيعرف نفسه هو كمان، وبيقول لنفسه هو بيعمل ايه هنا. فسو تشيون بيقول له انه جاي علشان يشكره انه سمح له يقعد في بيته من غير اي اذن مسبق، وانه كان بيتمنى يزور الفرقة الشمالية، ومون حقق له الامنية دي. فبيرد عليه ان مفيش حاجة يشوفها لان كل شيء دمر. سو تشيون بيقول له انه مش مهم الشكل الخارجي، المهم انه هو قدر يشوف الشخص اللي ورث إرادة الفرقة الشمالية السماوية بنفسه. وفي الليل بنشوف مون وهاسول رايحين لقصر هو تشيون، وحواليهم اشخاص كتير واقفين، ومون بيقول لهاسول انه هيكون تمام لوحده ومفيش داعي انها تروح معاه. فبترد عليها انها مش مرتاحة للموضوع ده، وزي ما احنا عارفين اكيد هي رايحة علشان تاكل حاجة غير اللحمة اللي مون بيعملها كل
كل يوم واتخنقت منها دي، بترمي النعمه يا جحده حد لاقي. المهم ده غير انها شامه ريحه اكل لذيذ، واكيد هي مش هتسيبه ياكل ده لوحده، وبتقول لنفسها انها اخيرا هتقدر تستمتع باكل عدله بعد ما تعبت من نفس الوجبه كل يوم. وبيدخل موون وهسول للقصر، والخدم بيوجهوهم لمكان الوليمه، وبيلاقوا سوتشيون واللي معاه قاعدين مستنينهم، واول ما بيدخلوا بيقوم يحييهم وبيشكرهم انهم قبلوا دعوته. ولما بيشوف هسول بيقول في سره هي دي قريبه السيد جين، هل دي الحقيقه اصلا؟ وبيقول ان الكي بتاعها مش عادي، وانها اكيد مش مجرد شخص عادي. وبعد التحيه والسلام والتعظيم والكلام بيقعدوا كلهم علشان ياكلوا. فون لي بيقول لهم بما ان كلهم موجودين يبقوا خشوا في الموضوع اللي هم عاملين كل ده علشانه. فسوتشيون بيعتذر لمون انهم استخدموا القصر ودعوه من غير اذنه منه، وان عندهم تفسير مناسب لكل ده. وبيكمل هيريونغ انهم عايزين موافقتهم علشان ياسسوا مجتمع التنين اللازر، وان الغرض من المنظمه دي تكوين نظام للجيل الجديد من المقاتلين علشان يكون ليهم راي في سياساتهم ويسمعوا صوتهم في التحالف المركزي السماوي. وان لحد دلوقتي مفيش غيرهم هم الثلاثه بس في المنظمه، ولكن هيكون معاهم دعم كتير من المقاتلين الشباب. فمون بيسالهم ليه هم هنا في الفرقه الشماليه لما ممكن يعملوا كده وهم في البر الرئيسي. كل ده بيحصل وهسول مش معاهم اصلا وداخله حرب مع الاكل. فبيرد عليه ان الجيل القديم ما بيحبوش ان الجيل الجديد من المقاتلين يتجمعوا مع بعض علشان يشكلوا مجموعه جديده، ورغم كده مفيش ولا مقاتل تقريبا ما بيحترمش الفرقه الشماليه، وان تاريخهم في قتال الليل الصامت لمئات السنين بيجبر اي شخص انه يحترمهم. علشان كده عايزين ياسسوا المنظمه بتاعتهم في المكان ده، والغرض من الاجتماع ده انهم يقسموا على وعدهم بتاسيس مجتمع التنين اللازردي للسماء. وعلشان كده عايزين مون يكون الشاهد بتاعهم وانه يديهم اشاره الموافقه. فمون بيقول لهم انه فهم وانه موافق انه يشهد على وعدهم بنفسه. فسوتشيون بيشكره على تفهم. وعلى حدود الفرقه الشماليه بنشوف 2 حراس بيندبوا حظهم انهم بيراقبوا في الوقت اللي باقي الحراس بيستمتعوا بالوليمه، وانهم بيراقبوا في منطقه فاضيه وما فيهاش اي حاجه. وفي وسط ما هم بيتكلموا مع بعض بياخدوا بالهم من الظل اللي مغطي عليهم، ولما بيلفوا علشان يشوفوا ايه ده بيبان على وشهم اقصى درجات الرعب. في نفس الوقت بيلاحظ مو سينغ ان في شيء غريب لما بيقرب من نقطه المراقبه وبيصفر، ولكن مفيش حد بيرد عليه الاشاره. فبيتاكد ان في شيء حصل وبيروح بسرعه علشان يشوف فيه ايه، وبيتفاجئ اللي معاه بان سرعته زادت بشكل كبير. ولما بيلاقي مو سينغ بيبص علشان يشوف فيه ايه بيكتشف ان الحراس اللي كانوا في نقطه المراقبه دي مش فاضل منهم غير اشلاء مبعتره في كل مكان. وبنرجع للوليمه وبنشوف هاسول بتقول لمون انهم مجموعه من الاغبياء، بيعرفها ان كلامها صحيح، ولكن الفرق انهم مجموعه مخيفه من الاغبياء. فبتقول له لو فاكر انهم مخيفين خليك جنبي وانا هحميه. فبيجاوبها مون انه موافق، وبتتفاجئ من ردة فعله وبتقول له انها تحميه لحد ما تمشي بس. وبيقاطعهم سوتشيون اللي بيطلب انه يكلم مون على انفراد. وبتيجي هيريونغ تسال هاسول اذا كان الاكل عجبها، فبتسالها هاسول بحده هيبطلوا تعذيب مون امتى، فوشها بيتغير تمام. وبتكمل هاسول انه ما كانش في اي داعي انهم يخلوا مون شاهد عليه. فبتعرفها هيريونغ انهم كانوا محتاجين موافقته. ترد هاسول عليها بغضب وتقول لها بطلوا تزعجوه، وانه من غيرهم حياته بائسه وكئيبه اساسا. في اللحظه دي بتتدخل اخت وون لي وتقول لها انها شايفه ان هاسول بتمثل عبء على مون اكتر منه، وانه ما اشتكاش من اقتراحه فما تتدخلش وتعرف مكانها، وانها ما بتختلفش عنهم كتير لانها بتستفيد من ضيافته هي كمان. وفي وسط اندماجهم في الكلام بتحس هاسول بطاقه من المبنى وبتلتفت في ذعر وتقول لا مش ممكن. وفي البلكونه بنلاقي سوتشيون بيعتذر لمون عن طلبهم انه يشهد عليه، وبيقول له انه عارف انه متضايق علشان الوضع، ولكنه هيطلب منه طلب اناني وبيترجاه انه ينضم ليهم في مجتمع التنين اللازردي، وبيقول له خلينا نغير العالم سوا. في نفس الوقت بيقطع كلامه الطاقه الهائله اللي بيحسوا بيها وبيكون مصدرها شيطان الفوضى البدائيه تايم موكان، اللي بيكون واقف في وسط الفرقه الشماليه وحواليه عدد كبير من المقاتلين مصابين وبيحاولوا يوقفوه، ولكنه بيهزمهم في لمح البصر. وبيلمح ضوء في السماء وفجاه الضوء ده بيهجم عليه وبيدمر المكان، وبيلمى المكان تراب من قوه الضربه. ولما التراب بيزول بنلاقي سوتشيون واقف وبيعرف عن نفسه وبيساله انت مين علشان تدمر المكان بالشكل ده. واول ما موكانغ بيسمع الاسم بينفجر في الضحك بسخريه وبيقول لسوتشيون انت بقى الطفل اللي مسمينه نجم السماء الشرقيه الصاعد، انت اللي قتلت فرقه الشبح الخفيه، طفل مجرد طفل زيك يعمل كده. فسوتشيون بيفتكر المجموعه اللي اعترضت طريقه قبل ما يجي وبيستنتج انهم من نفس الجماعه وانهم مش من البر الرئيسي والا كان سمع عنهم على الاقل. فبيسال موكانغ وبيقول له انتوا من جماعه الليل الصامت صح؟ فبيجاوبوا موكانغ انه
ولكنه بدل ما يكون خايف فهو شايف في عينه الحماس وبيستعدوا للقتال. في اللحظة دي بيوصل يوبيول المتغطي بالجروح لقصر هو تشيو، وبيتفاجئ كل اللي في المكان من منظره وبيسألوه ايه اللي حصل، وما عدا هاسول اللي بتكون متجمدة في مكانها وبترتجف من الرعب، وبتقول انها ما كانتش تتخيل ان الوحش ده هيفضل يطاردها لحد هنا. وفي وسط خوفها بتحس بايد موون على كتفها وبيسألها انت بخير، فبتقول ان الوحش اللي بره ده مش شخص يمكن لاي حد من الموجودين ان يحلم بالفوز عليه، وبتطلب منه انه يغادر المكان باسرع وقت ممكن. فبيقول لها ان وقت الهروب فات، وبنشوف ان افراد عصابة ذئاب الظلام محاصرين القصر من كل مكان، وبيبدأ قتالهم مع الحرس. واللي بيسأل مين دول وليه حراس النمر ما قدوش عليهم. في الوقت ده بتكون هيريونغ استنتجت ان دول من الليل الصامت، وبتسأل نفسها ايه سبب عودة الليل الصامت دلوقتي بعد ما فضلوا ساكتين طول السنين دي كلها. في اللحظة دي هاسول بتخلع الدبوس من شعرها وبتقول لموون يفضل وراها علشان تقدر تحميه. على الجانب التاني بيكون سو تشيون بيستعد للمعركة، وبيقول لمونكانغ انه هينهي القتال ده في اسرع وقت، وبيهجم بسرعة كبيرة جدا على مونكانغ اللي بيغطي عينه من شدة الضوء اللي طالع من سو تشيون، وبينهال عليه بالضربات من كل اتجاه، وبيستخدم فن قتالي ورا التاني، وكلهم بيصيبوا مونكانغ اللي ما بيقاومش على الاطلاق. فسو تشيون بيقرر ينهي القتال وبيستخدم مهارة وابل الضوء المتتالي، وبنشوف مونكانغ مرمي على الارض وعظامه كلها متكسرة وجسمه متغطي بالدماء، وسو تشيون واقف بياخد نفسه بعد الهجوم الاخير اللي استنفذ جزء كبير من طاقته، وبيلف وشه علشان يمشي، لكنه بيقف لما بيسمع صوت طقطقة، وبيلتفت في ارتباك علشان يلاقي مونكانغ واقف على رجله وبيرجع عظامه المكسورة مكانها ولا كأن حاجة حصلت، وبيقول له ان ضرباته مش وحشة، على الرغم من كده مش هيقدر يهزمه. في اللحظة دي بيجمع الطاقة في كفة ايده وبيضربها ناحية سو تشيون اللي بينط علشان يتفاداها، ولكن مونكانغ بيكون مستنيه وبيهاجمه من الجو وبيوقعه على الارض، وبينقض عليه بكل قوة بمهارة دوران الفوضى لانقضاض الشيطان. وبنشوف سو تشيون مرمي على الارض ومتغطي بالدم، ومونكانغ بيقول له بسخرية وهو حاطط رجله على صدره اتهزمت من ده بس يا نجم السماء الشرقية الصاعد، انت افتكرت انك فوق الكل علشان غلبت كام مقاتل من الضعفاء مدمنين السلام. وبيكمل بما انه شاف فيه بعض الامكانيات فهيسيبه يعيش وقتها، بس هيستمتع وهو بيقتله، وبيلف علشان يمشي، ولكن سو تشيون بيمسك رجله فبينهال عليه بالركلات والشتايم. وفي وسط محادثتهم اللطيفة دي واندماجه في ضرب سو تشيون بيسمع صوت بيقول بس كفاية، فبيلف علشان يشوف مين الغبي اللي بيكلمه، وبيلاقي اخته وونلي الصغيرة بتقول له انت مش عارف احنا مين ولا ايه. في اللحظة دي وونلي اللي منشغل بالقتال عند القصر بيبص علشان يطمن على سو تشيون، فبيلاقي اخته الصغيرة في قصاد شيطان الفوضى، وبتكمل اخته وبتقول ان ابوها واحد من السماوات التسعة للتحالف المركزي، وانه قائد السماوات الاربعة الميتة، وانه لو ما وقفش دلوقتي هيجي ويقتله. فبيعمل لها شيفت ديليت بكل لا مبالاة حرفيا. ووسط صدمة اخوها وهيريونغ اللي شافوا اللي حصل لها احسن ما حبتهاش البت دي، شكلها ما كانش عاجبني من ساعة ما ظهر. المهم لما اخوها بيشوف اللي حصل لها الغضب بيسيطر عليه وبيهجم على مونكانغ علشان ينتقم لها، وعلى الرغم من محاولة جنرال يوكي انه يوقفه هو يا دوب نادى عليه، بس هنعتبرها محاولة وخلاص. بيهجم على مونكانغ بمهارة الايدي الشيطانية للملك القرمز، ولكنه بيصدها بكل سهولة بضربة من ايده. في الوقت ده بتكون هاسول ماسكة موون من قفاه وعمالة تسحبه معاها وهي بتقتل ذئاب الظلام واحد ورا التاني، وبتقول انا مش قلت لك ما تتحركش من جنبي؟ ومن الواضح ان هي كده اخيرا هتعمل بلقمتها. وبيكون موون باصص على هيريونغ اللي بتكون مصدومة من اللي بيحصل ومش عارفة تعمل ايه، وبتحاول تجمع افكارها المتضاربة علشان تعرفوا الشيطان ده جه منين وبيهاجمهم ليه وايه هدفه من كل ده، وهل موون هو اللي امره بكده، وان كل اللي بيحصل ده مش ضمن خطتها. وفي الاخر بتقرر انها تهرب وبتقول للحارسة بتاعتها تاخد سو تشيون وونلي معاهم وتسيب الباقي، وبتبص لموون ولكنها بتتجاهله وبتسيبه وبتهرب. بس مرة واحدة بتلاقي مونكانغ واقف في طريقها وتفكر ان اعتمادا على الطريقة اللي كانوا هيستخدموه بيها موون قيمته كانت هتكون كبيرة بالنسبة لخطتهم، وان ده شيء مؤسف علشان هي مضطرة ترميه علشان تنقذ نفسها وتقدر ترجع للبر الرئيسي وتعمل خطة جديدة، وان اولويتها دلوقتي ان محدش يعرف بخسارة دام سو تشيو، وبتستخدم قدرتها واللي هي الوهم السماوي علشان تخلي مونكانغ محبوس في وهم، وهي ماشية بتقول ان الوحش هيخرج من الوهم اللي حبسته فيه ولازم يمشوا من المكان قبل ما ده يحصل. في نفس الوقت موون اللي بيراقب اللي بيحصل بيستغرب ازاي ان هي قادرة تنشر طاقتها الروحية من غير ما تستخدم اي ادوات، وبيتأكد ان دي قدرة عيلة تسيومو. ولما بيبص على جثث المقاتلين بيقول انهم كانوا عارفين ان اسيادهم اتخلوا عنهم، ورغم كده دفعوا حياتهم علشان يوفروا لهم شوية وقت، وايه فايدة انهم يموتوا طالما هم مش معترفين بيهم، وهو شايف انهم ماتوا زي الكلاب من غير اي هدف. في نفس الوقت اللي هاسول بتقتل اخر
واحد من ذئاب الظلام بيكون مو كانغ اتحرر من الوهم، ولكنه ما بيشوفش حد موجود، فبيقول تعالوا تاني لما تبقوا اقوى علشان استمتع بقتالي معاكم. وبيكمل ويقول ان كده كده هدفه كان هاسول من الاول. ولما بيشوفها بيقول لها انهم بيتقابلوا لتاني مره، وبتقول لموون انه شيطان الفوضى الوحش الغير قابل للقتل، وانه لازم يهرب ناو، يعني فاهم، في السريع السخن. وموكانغ بيعرفها بما ان هي امل سيدتها الوحيد، فهو لازم يقتلها تماما علشان يشوف اذا كان ده كافي علشان يهز قلب الساحره دي، ولازم يشوف ذهولها بعينيه. وبيقول لها تلوم الساحره اللي خلتها تبقى في الموقف ده، وبيهاجمها بكميه طاقه كبيره بتدمر المبنى. وبيفتح موون عينه بعد ما المبنى اتدمر، وبيتفاجئ لما بيلاقي واحده بشعر ابيض قدامه، وبيستنتج ان دي ساحره الليل الابيض، واحده من اسياد الشياطين الاربعه من جماعه الليل الصامت، واللي ترتيبهم بيجي تحت حاكم الليل على طول، وهم اعصار الظلام وسيد الرمح الاسود وهائج الدمار وساحره الليل الابيض. والاربعه دول بقى بيتصرفوا كنواب لحاكم الليل، والدمار اللي سببوه كان كبير لدرجه انه مجرد ذكر اسمائهم كان محظور، وقوتهم مساويه او اعلى من السماوات التسعه. وبيقول مون انه كان عارف انها مش عاديه، ولكن عمره كان ما يتخيل ان هاسول تكون وريثه ساحره الليل الابيض. وبيقول موكوانغ انه مندهش ان هاسول ما هربتش المره دي، رغم انها عارفه انها مش هتقدر تغلبه، لكنها بتتجاهله وبتقول انها مش هتقدر توقفه لفتره طويله، وبتلف علشان تقول لموون يهرب. ولما بتكتشف انه هرب اصلا بيكون سعيد. في اللحظه دي موكانغ بيهاجمها وبيمسكها، وبيقول لها انها تخلت عن حياتها علشان موون، واللي هرب وسابها من غير ما يتردد لثانيه واحده، وقد ايه هي غبيه. وبيفضل يضحك عليها ويقول لها ان دي نهايتها. وبتفتكر موون وبتقول ان هو الشخص الوحيد اللي اظهر لها الموده طول حياتها، وبتشكره وبتودعه، وبيقرر تستسلم لمصيرها المحتوم. وبتتفاجئ هي وموكانغ ان ايده اتقطعت وهي وقعت على الارض، ولما بتفتح عينيها بتلاقي موون قدامها، وبيقول لها انه اسف ان الموضوع خد وقت اطول من المتوقع. في اللحظه دي بيساله موكانغ اللي باين عليه علامات الدهشه والارتباك ايه اللي حصل دلوقتي وهو مين، فبيرد عليه موون بكل فخامه انه قائد الجيل الخامس من الفرقه الشماليه السماويه. في وسط دهشه هاسول وعدم تصديقها اللي بيحصل، بتقول لموون انت سبتني علشان تروح تجيب السيف، فبيقول لها خليك ورايا وما تتحركيش من جنبي. وغالبا موون بيردها نفس اللي قالته له المره اللي فاتت. في اللحظه دي موكانغ بيقول له انه بيستخدم قوه غريبه، وبيتفاجئ لما بيكتشف انه جروحه ما بتتعالجش زي الاول، على الرغم من ان جسمه مصنوع علشان يبقى غير قابل للقتل. في الوقت ده موون بيفكر هيقدر يستخدم مهاره تجمع ال10,000 ظل لحد امتى، وهل هيقدر يستخدمها اصلا ولا لا، وان من سوء حظه ان معركته الاولى هتكون مع شيطان طاغي زي ده. وموكانغ بيعرفه ان الكي بتاعه خطر، وعلشان كده لازم يتخلص منه في اسرع وقت ممكن، وبيهجم عليه بكل قوته. وقبل ما هجومه يصيب موون بيتفادى الهجوم على اخر لحظه، ويتفاجئ موكانغ من قدره موون على تفادي هجومه الساحر. في الوقت ده موون بيكون متفاجئ من سرعه موكانغ، وبيبذل كل طاقته علشان يقدر يتفادى هجماته المتتاليه، ولكن من الواضح انه بيجري زي العبيط علشان يهرب من ضرباته. وده اكيد طبعا لازم يحصل لانه داخل على ليفل وحش من اول مره يحارب فيها. وموكانغ اللي هيتجنن لانه مش عارف يصيبه بيقول له يا لك من وغد اللعين فلتثبت مكانك. على الجانب التاني بنشوف موسينغ اللي بيجري بكل سرعه ناحيه القصر علشان يشوف ايه اللي بيحصل بعد ما بيكتشف ان كل الحراس اتقتلوا، والمقاتل اللي كان معاه قرر يهرب بعد ما شاف اللي حصل لهم. وهو معدي جنب كومة قش بيكتشف ان قائد المرتزقه مستخبي فيها، ولما بيساله ايه اللي بيحصل بيقول له ان في شويه ذئاب هاجموه وانه هرب بالعافيه، وبيقول له ما يروحش المكان اللي هرب منه لانه مليان ذئاب. فموسينغ بيقول له انت بتقول ايه وانت كنت فين؟ فبيرد عليه ان هو شافه بعينيه الاتنين وما عرفش يعمل اي حاجه. لا بجد بيقول له يعني الفرقه بتاعتنا ماتت كلها، يبقى على الاقل ناخد بثأرهم. فالقائد بيقول له ايه العبط ده، انا ما صدقت هربت منهم اصلا، ولازم نسيب المكان ده باقصى سرعه لان الجري مش نص الجدعنه ولا حاجه، لا هو الجدعنه كلها. وموسينغ بيقول له ان المقاتلين دول وثقوا فيه واعتبروه قائدهم وماتوا علشان، واقل حاجه انه يقوم بدوره كقائد وينتقم لهم. فالقائد بيقول له وانا مال انا يلم بكل ده، هبقى انتقم لهم بعدين، بس المهم نعيش دلوقتي. فموسينغ بيركله بياكله التراب وبيقول له انه حساله لعين. فالقائد بيساله بغضب ايه اللي انت قلته ده، وبيقول له يا ابن الاحم من امتى وانت بتتصرف بالنبل والرقي ده؟ انت قاعد حته مرتزقه ولا رحت ولا جيت، ولو عاوز تموت روح موت لوحدك. وانه هيعمل كل اللي يقدر عليه علشان يعيش، وهيرجع ينتقم من كل الموجودين، ونفس البقين اللي احنا عارفينهم اللي بيقولوهم قبل ما يموت. وبنرجع بقى لهاسول اللي بتتفرج على المعركه بين موون وموكانغ، وهي مش مصدقه ان هو ده موون اللي عارفاه، وبتتساءل ازاي قدر يخفي قوته طول الوقت ده، وانها لسه لحد اللحظه دي مش حاسه منه باي شيء او طاقه، وان اكيد فن القتال اللي اتعلمه مش عادي ابدا. في اللحظه دي موكانغ بيجمع
بيجمع الطاقة في ايديه الاتنين وبينط في الجو وبيهاجم مون بمهارة امطار الدمار الفوضوية، وبيتفاجئ مون بامطار من اللي تشيل مظلمة نازلة عليه من السماء، ومن الواضح كده ان هو مش هيقدر يتفاداها كلها مهما عمل. في الوقت ده بيكون موسينغ وصل قريب من القصر وبيتفاجئ ان المباني كلها متدمرة، ولما بيوصل للقصر المتدمر بيلاقي يوبول ميت، فبيجري عليه وبيقول له ما تموتش دلوقتي، لانك لو مت انا هعمل ايه بكل الغضب والكراهيه اللي جوايا. وبنرجع لمون اللي بيبص وراه على هاسول وبيقول ان لازم يبعدها الاول، وهو محتار هيبعدها ازاي، وبيلمح على الحيطه المتهدمه جنبها جزء من تقنيه من تقنيات مهاره تجمع ال10,000 ظل، وبيقرا تعليمات المكتوبه على الجدار وبيقول النعيم والجحيم هلكوا بواسطه النصل المحاط بالظلال، وبيقول لنفسه الظل اللي بيقتل كل من الاسياد والشياطين، واللي هو نصل النهاية المحاط بالظلال. في اللحظة دي بتجيله القدرة على استخدام تقنية جديدة من تجمع ال10,000 ظل، وهي تقنية أمواج الدمار، وبتتجمع الظلال كلها حواليه. وبنشوف موسينغ قاعد جنب يوبول ومن حواليه المباني عمالة بتتدمر من المعركة، فبيقرر انه ياخد سيف يوبول وبيقوم علشان ينتقم له، ولكنه بيتفاجئ لما بيشوف موون بيحارب موكانغ، وبيقول ازاي موون اللي ما عندهوش اي طاقة بيحارب بالطريقة دي، ومش بس كده لا كمان حركته شبيهة بالظلال. في اللحظة دي بنروح لمون اللي واقف قدام هاسول وعمال بيحميها باستخدام تقنية امواج الدمار، وبتكون تحركاته وطاقته مغلفة بالظلال تماما. ومع استمرار هجمات شيطان الفوضى بيستمر مون في صد كل الهجمات وسط تعجب كل اللي واقفين بما فيهم موكانغ. وبعد صد كل الهجمات بجدارة مون بيجمع طاقة الظلال حوالين سيفه وبيبدأ في الهجوم على موكانغ بلمح البصر. وقبل ما الهجوم يوصل لموكانغ بيحس بنهايته القريبة، وبيقرر موكانغ انه يتراجع لان موون مش طفل عادي، وانه حاليا نمر من غير انياب، ولكنه في النهاية مجرد نمر. وبيبدأ في التراجع لورا بسرعة علشان يتفادى هجوم موون، وبيجمع قوته كلها وبيهاجم موون اللي الهجوم بيصيبه وبيرميه لمسافة بعيدة. وموكانغ بيقرب منه وبيسأله اتعلم الفن القتالي العجيب ده منين، ولكنه بيتفاجئ بجرح كبير ظهر في صدره نتيجة هجوم موون عليه من لحظات. في اللحظة دي موون بيقوم من تحت الحطام وبنشوف انه مصاب بشدة ومش قادر يتنفس بشكل طبيعي حتى، وده نتيجة الإجهاد من استخدام تقنية أمواج الدمار. ومن الواضح كده إن بسبب الإصابات مش هيقدر يكمل القتال. وقتها موكانغ بيقرب منه وهو بيفكر إن جسمه أقرب حاجة للخلود بسبب لهيب الفوضى واللي ما بيخليهوش يموت، ولكن بسبب تقنية موون جسمه المنيع مش قادر يعالج جروحه زي ما هو متعود. وبيقول له انه مختلف عن الاطفال اللي كانوا قبله، وانه متضايق لانه كان بيخفي قوته، وانه بيستمتع بالمعارك مع خصوم بيخلوه يحس بالخطر على حياته، ومتضايق انه بيضيع وقته عليه بالطريقة دي. وبيتفاجئ لما هاسول بتصيبه بهجوم بالطاقة بتاعتها وبتقول للموون يهرب، فبيبص لها بتعجب لان هجومها ما اثرش فيه اساسا، وبيهاجمها بالطاقة بتاعته وبيرميها لمسافة بعيدة وسط المباني المتدمرة، وبيقول لها انها مستعجله على موتها. فمون بيصرخ وبينادي على هاسول وبيحاول يقاوم، ولكن موكانغ بيهاجمها وعلى وشه علامات الاستمتاع، وبيحصل انفجار جامد. وطبعا كلكم اتوقعتوا انها ماتت او مون اتحول، لكن وسط دهشه الكل هاسول بتلاقي نفسها عايشه وان ساريونغ انقذها. وبنشوف شيطان الفوضى واقع على الارض بعد ما الانفجار الاخير اصابه ورماه على مبنى من المباني اللي اتدمرت، وبيقول اخيرا جيت يا ساحره الليل الابيض. وفي تلك اللحظه بنشوف معلمة هاسول واللي هي واحدة من أسياد الشياطين الأربعة في جماعة الليل الصامت واللي اسمها سيو جيوم هيانغ. وبعد ما بتطمن على هاسول بتواجه موكانغ وبتقول له إنه المفروض ما كانش يجي العالم أساسا، فبيوضح لها إنهم في جماعة الليل الصامت هم اللي صنعوه وهم اللي خلوه كده. وساريونغ بيعتذر لهاسول إنه اتأخر، وبيقول لنفسه إن المهارة اللي بتستخدمها هاسول لازم يكون في ذهن المستخدم هادي، بمعنى إنه ما يكونش فيه أي تعلق بالرغبات الدنيوية أو العواطف البشرية. ورغم كده مشاعر هاسول ابتدت تتطور، وده هيكون السبب في انهيارها وضعفها، وان السبب في ده كله هو جين موون، وان اكتر الاشخاص خطورة في عالم الفنون القتالية هم الاشخاص اللي زيه واللي بيخفوا قوتهم. طبعا ده غير انه وريث الفرقة الشمالية العدو اللدود لجماعة الليل الصامت. ورغم ان الكل كان فاكر ان الفرقة اتدمرت، الا ان الحقيقة غير كده، لان الوريث لسه عايش وكان بيخفي مخالبه ومستني فرصته طول الوقت ده. وبيقرر انه اكتر من مجرد
مجرد تهديد لمستقبل هاسول والليل الصامت ولازم يتخلص منه، وبيستل سيفه علشان يقتله، ولكن هاسول بتوقفه وبتترجاه انه ما يقتلش موون، وبتقول له انه ما عملش اي حاجه غلط وانه كل ده بسببها لانها دخلت مكانه واستخبت من غير اذن، وانه ما اظهرش ليها غير العطف والرحمه من غير اي مقابل، وان دي المره الاولى في حياتها اللي حد يعاملها باللطف ده. فبيرد عليها انه وحش مخيف وانه كان بيخفي مخالبه طول الوقت ده وانه تهديد كبير لمستقبلهم. فبيتقطعوا بيتعرفوا انه الشخص اللي انقذ حياتها، وفي النهايه بيضطر يسمع كلامها وبيقول لها عموما خدي كل دي، وبيديها حبه التعافي العظيم، وبنكتشف ان ده افضل دواء يساعدها تشفي جروحها. فبتبص هاسول بحزن ناحيه موون اللي مصاب ومرمي على الارض ومش قادر يتحرك. كل ده والقتال مستمر بين ساحره الليل الابيض وشيطان الفوضى اللي بيقول ان بعد ما موون هاجمه بالكيل الغريب بتاعه فهو مش قادر يشفي جروحه ومضطر يحارب بحالته دي. فساحره الليل بتقول له ان السبب الوحيد لانتصاره في القتال اللي فات انها وقعت في الكمين الجبان بتاعه، وان في الظروف العاديه الكي الضعيف بتاعه اللي بيستخدم لهيب الفوضى ملهوش اي تاثير ضدها، وانها مش هتخسر من نفس الشخص مرتين، وبتستخدم تقنيه دوران ضوء القمر وبتتحكم في نصلين دائريين وبتهاجموا بيهم. فبيرد عليها انه اتخلق لهدف وحيد وهو اصطياد الاشخاص اللي عاملين زيها، وده لان هو شيطان الفوضى العظيم، وبيفرد دراعه وبيبدا في الضحك بكل هستيريه وبيحاول يتصدى الهجوم اللي بيطلع ضوء ساطع جدا بيعمي كل الموجودين. في اللحظه دي بيفتح موون عينه ببطء بعد ما ضوء الهجوم الاخير عماه علشان يلاقي ساحره الليل الابيض في وشه، وبتبص له بعينين ما فيهاش اي ذره من المشاعر الانسانيه. فبيحاول يرجع لورا بخوف لكنه بيخبط في الحيطه اللي وراه، وبيلتفت حواليه علشان يدور على شيطان الفوضى اللي المفروض ان يشغلها عنه. فبتعرفه ساحره الليل انه هرب، وبتقول له اكيد انت الوريث واخر شخص حي في سلاله الفرقه الشماليه، وبتقول لنفسها ان الكل افتكروا شبل من غير انياب، ولكن ده غير صحيح لان انيابه سليمه. ومش بس كده، لا ده نمر عظيم بانياب قاتله، ومن الواضح انه زي النبات لسه في مرحله النمو، وان احسن حل هو القضاء عليه قبل ما يكبر. وبتمد ايديها ناحيته لكنها بتتفاجئ لما بتسمع هاسول بتترجاها انها ما تقتلوش، وبتقف بينها وبين موون. فبتسالها ازاي قدرت تقف في وشها، وبتأمرها انها تبعد لانه وريث الفرقه الشماليه واللي هو عدوهم الابدي. فبترد عليها وهي بتبكي انها مدينه له بحياتها، وبتقول لها انها على طول بتسمع اوامرها من غير اي تردد او جدال، ولكن ده هيكون طلبها الاول والاخير. فساحره الليل بتقول لنفسها ان هاسول عمرها ما كانت تطلب طلب زي ده، وان زي ما هي توقعت تاثير موون الكبير عليها هيغيرها، وفي اللحظه دي بتتاكد ان هي لازم تقتله. فبتقطعها هاسول من تاني وبتبدا في التوسل ليها انها ما تقتلش موون او تاذيه. ولما بتقع هاسول على الارض وهي بتترجاها، ساحره الليل بتفتكر مشهد مشابه من ماضيها وبتقرر ان هي تلبي طلب هاسول وبتسيبها وبتمشي. بس بتقول لها اول ما نرجع هتتعلم التقنيه النهائيه اللي هي الضوء الفضي للكريستال الجليدي. فساريون بيقول انه اخيرا جه الوقت وان السيده قررت تسرع عمليه الانتهاء من تقنيه اراده الروح الفضيه. فهاسول بتقول انها موافقه وبتلتفت لمون وبتديه نص حبه الشفاء اللي ساريون غدها لها. فبيضحك بضعف وبيعتذر انه خلاها تشوف الجانب المحرج منه، وبيتفاجئ لما بتحضنه وبتعيط وتقول له انها لازم تسيبه وتمشي دلوقتي. فبيبدا في البكاء هو كمان بعد تاثره بمشاعرها. وبعد ما مشيت بيفتكر موون تحذير ساحره الليل من انه يظهر قدام هاسول تاني، وبيقول لنفسه انهم لازم يفتكروا كلامه وانه هيبقى الاقوى. وكل ده ومون سينغ بيراقب كل اللي حصل وهو مستخبي، وبيقول انه شك ان موون ما كانش شخص عادي، لكنه ما كانش يتخيل انه بالقوه دي ولا حتى بعد مليون سنه، وان جسمه اشعر وهو بيتفرج على المعركه. وبيستنتج ان موون ورث اراده روح في الفرقه الشماليه بنجاح، وبيكمل انه مش مصدق انه كان بيخفي القوه دي طول الوقت. وبيفتكر الصوت اللي ساعده لما كان بيتدرب، وبيستنتج ان هو صاحب الصوت ده، بس ايه السبب اللي يخليه يساعده؟ في اللحظه دي بيقطع تفكيره لما بيلاحظ ان موون اتحرك من مكانه، ولما موون بيعدي من جنبه بيقول له ان ده افضل وقت علشان يقتله لو هو عايز. فبيخرج من ورا الحيطه وبيفضل مراقبه وهو ساكت. وفي اليوم اللي بعده بنشوف مو سينغ مجمع اشلاء المقاتلين اللي كانوا معاه، وبيمسك سيفه بتصميم وحزن وبيقرر انه ينتقم لهم. وبعد فتره بنلاقي موون خارج
خارج من بيت متهدد، وموسينغ بيقول له اخيرا خرجت بعد 5 ايام، ولكن موون ما بيردش عليه وبيدور في وسط الحطام على شيء ما. فموسينغ بيسأله بيدور على ايه، لكنه بيتجاهله وبيكمل موون بحثه لحد ما بيلاقي صخرة معينة، وهي الصخرة اللي هوانغ جابها له، وبيلفها في قماشة وبيربطها على ظهره وبيمشي. فموسينغ بيقف قدامه ويسأله انت ماشي دلوقتي؟ فبيجاوبه بيعرفوا انه لازم يسيب المكان في اسرع وقت. وموسينغ بيسرح ويفكر انه قريب جدا التحالف المركزي السماوي هيبعت حد علشان يعرفوا ايه اللي حصل والمكان اتحول كده ليه، وانهم هيكتشفوا ظهور شيطان الفوضى وعودة الليل الصامت، ده غير وضع موون اللي بقى عنده قوة خارقة جدا، وانهم مش هيتهاونوا، وانه سواء كان متورط بشكل مباشر او لا هيفضل مربوط باللي حصل. وبيستعيد تركيزه لما موون بيسأله هيعمل ايه، فبيجاوبه انه لازم يرجع للتحالف المركزي علشان في حاجات لازم يعملها، وبيكمل انه لو ساب المكان ومشي هيكون الناجي الوحيد من الحادثة دي. فموون بيقولوا انهم هيعملوا كل اللي يقدروا عليه علشان يطلعوا اكبر قدر من المعلومات منه، وانه هيواجه مصاعب كتير لما يروح له. فبيرد عليه موسينغ ان كلامه صحيح، ولكن ما يقلقش لانه مش هيعرفهم انه نجا من الحادثة، وبيحلف له انه مش هيعرفهم اي حاجة، وبيعتذر له عن اللي حصل منه اول ما جه، وبيعرفه انه معجب جدا بالفرقة الشمالية، ولما شاف حالة موون كان محبط جدا. فموون بيرد عليه وبيعرفه انه متفهم وضعه، وان اي شخص مكانه كان هيحس بنفس الاحساس. فموسينغ بيشكره انه قبل اعتذاره، وبيشكره انه ساعده لما كان بيتدرب. فموون بيقول له انه شيء بسيط ما يستحقش الشكر. فجأة موسينغ بيقع على الارض وبيقول انه من دلوقتي هيخدم موون كسيده، ومن النهارده هو سيده الوحيد، وبيتعهد له بالولاء طول حياته. وبنكتشف ان موسينغ كان بيدور في باله طول الوقت ده ان موون هيقوم باحياء الفرقة الشمالية السماوية، وان في العصر ده اللي مليان مؤامرات وخيانات مش هيلاقي حد زيه بيدور على الحقيقة وماشي بإرادة ما بتتغيرش، ولو مش هو اللي هيكون سيده يبقى مفيش حد يستحق. وبالمختصر المفيد كده يا عزيزي بيقول انه راجل على المظبوط وصاحب صاحبه وجدع، وبيطلب من موون انه يقبل ولاءه وهيبقى هو سيفه اللي هيحارب اعدائه. فموون بيوافق وبيقول له انه هيكون اول سيف من سيوفه. وبعد فترة بنشوف موون وهوانغ وموسينغ واقفين قدام مقر الفرقة الشمالية اللي النار مولعة فيه، وموون باين عليه الحزن، وهوانغ مش قادر يمنع دموعه المتساقطة. وبنعرف ان هوانغ اول ما عرف اللي حصل ساب كل اللي بيعمله وجه بسرعة، واول ما بيشوف موون بيقول له انه سمع ان احفاد السماوات التسعة زاروا مقر الفرقة الشمالية، وبيفحص موون علشان يتأكد انه مش مصاب، وبيعتذر له انه ما قدرش يجي بدري. فموون بيطمنه انه بخير، فهوانغ بيحمد ربنا ان ما حصلهوش اي حاجة. وبنشوف موون وهوانغ بيجهزوا علشان يسيبوا المكان ويمشوا، وموسينغ بيتمنى انه يكون بخير لحد ما يتقابلوا تاني. فموون بيقول له انه مش عارف هياخد وقت قد ايه، وفي تلك اللحظة بيعرفوا موسينغ انه هيفضل مستنيه مهما طال الوقت والزمان والمكان والكلام ده كله. وموون بيبص له ويقول له يعتني بنفسه، فبيرد عليه موسينغ ان مفيش داعي للقلق، وبيفتكر اول لقاء بينهم. وقبل رحيله بيطلب من هوانغ انه يعتني كويس بموون، فبيوضح له هوانغ ان ده كان واجبه طول السنين اللي فاتت، وانه ما يقلقش عليه. وبيودعوه وبيمشوا، وبيبص موسينغ عليهم وهم ماشيين، وبيقول ان موون عامل زي التنين اللي هيسافر علشان يكتسب اجنحة واللي هتخليه يحكم العالم، وعلشان كده لازم يستناه لحد ما يرجع، وان واجبه ان هو يستعد للمستقبل. وبعد مدة من الوقت بنلاقي مجموعة من الناس جايين من بعيد في اتجاه الفرقة الشمالية، وموسينغ بيقول اخيرا والظاهر ان شين مون لي وهير يونغ قدروا يوصلوا للمقر الغربي للتحالف المركزي السماوي. فبيقول قائد المجموعة انهم سمعوا ان الليل الصامت ظهرت هنا، وبيسألوا عن نفسه. فموسينغ بيقول في نفسه ان اكيد ده الجنرال يانغ مان تشوك جنرال المقر الغربي. وبعدها بيعرف نفسه وبيقول لهم انه الناجي الوحيد. في الوقت ده بيسألوا ايه اللي حصل لوريث الفرقة الشمالية، فبيجاوبوا انه مات. فالجنرال بيسأله اتأكدت من ده بنفسك؟ فبيعرفوا موسينغ ان اخر مرة شافوا فيها كان محاصر في غرفة مشتعلة، ولكنه ما قدرش يتأكد هو هرب ولا لا. فالجنرال بيقول له هو متضايق انهم هيعرفوا قريب، وبيأمر حد من اللي معاه انه يقبض على موسينغ. وبنعرف انهم هينقلوه للمقر الغربي علشان يستجوبوه، وبيقسم اتباعه الفرقتين، وبيطلب منهم انهم يفتشوا المكان على اي دليل يعرفهم ايه اللي حصل. وبيقبضوا على موسينغ اللي بيفكر انهم اول ما ياخدوه للمقر الغربي هيستجوبوه علشان يعرفوا منه كل حاجة، وخصوصا عن موون، وانه لو قدر يثبت براءته هيقدر ينضم للتحالف المركزي، ولو معرفش هيسجنوه لاخر حياته انه لازم يركز في اجاباته لحد النهاية. وبيأمر الجنرال اتباعه انهم يدوروا كويس وما يسيبوش اي فتفوتة، وموسينغ بيقاطعهم وبيقول انهم مهما يدوروا مش هيلاقوا اي حاجة، وبيقول في نفسه ان كل شيء دلوقتي بايد موون، وبيدعي انه ينجح في مهمته. ويا ترى ايه اللي هيحصل لموسينغ لما يروح المقر الغربي؟ وهل فرقة البحث هتلاقي اي دليل على مكان موون، ولا هيفشلوا ومش هيلاقوا اي حاجة؟ وهل هيقدر موسينغ
يثبت براءته، ولا يا ترى فين المكان اللي مون رايحه وهيعمل ايه هناك؟ كل ده هنعرفه المره الجايه. وعلشان كده ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناه لو لسه ما اشتركتش، وتفعل زر الجرس يا عزيزي، والى اللقاء والسلام.